السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. عدنا في لقائنا المتجدد في مراجعات ليالي الامتحان. بس ليلتنا النهارده، مراجعتنا النهارده مختلفة. النهارده مش هنراجع عربي، النهارده مش هنخش في أي فرع من فروع العربي. النهارده هتكون مراجعتنا إن شاء الله الدين. الدين هنلم الدين كله إن شاء الله في حصتنا، ويبقى لسه لك عندي امتحان واحد لا وامتحان واثنين على الدين ان شاء الله. وزي ما وعدتك ان مش هسيبك الا قدام اللجنه ان شاء الله. في الليالي المراجعه ديت معاك في كل يوم، في عندك حصه موجوده. بس المهم ركز معانا وخليك معانا، وان ما كنتش مشترك اشترك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الدين ان شاء الله. هنلخص ديننا كله، دين التربيه الاسلاميه في الترم الثاني كله بكل اجزائها، بحيث يبقى انت ان شاء الله تخش الامتحان تحل اي سؤال هيجي لك ان شاء الله. يلا بينا على بركه الله. وقبل ما انسى، جهز مشروبك، يلا الشاي العصير، جهز مشروبك اللي هتشربه، ويلا خليك مركز معانا، ورقتك وقلمك. والدين مهم يا شباب، الدين نجاح عليه من 70%. يلا معانا على بركه الله، نقول بسم الله. هنبدا النهارده هنراجع الدين ان شاء الله. تعالوا نشوف اول حاجه عندنا في الدين باذن الله. طيب الوحده الاولى يا شباب في الدين عندنا، اول درس فيها اللي هو سوره المؤمنون. طيب بس خلي بالك من سوره المؤمنون كلها. طيب انت كان عندك النص الاولاني لحد الايه 56، كان من 1 ل 56 كان في الترم الاولاني. طب عندك من 57 لحد كام؟ 118 في الترم الثاني. بس من 57 لحد 70 ديت حفظ وتفسير. الآيات هتبقى من 57 ل 70 حفظ، بكرر حفظ وتفسير ومعاني كلمات. أما بقية الآية حفظ بس. طيب عشان كده ركزنا مع الآية. ونصيحة يا شباب، احفظوا الآيات، كرر الآية أكثر من مرة، اسمعها كررها أكثر من مرة، وإن شاء الله هتسمعها. احنا عاوزين خيري الدارين، احنا عاوزين نريد أن نأخذ خيري الدارين اللي هو مين؟ الدنيا والآخرة إن شاء الله. فبالتالي اسمعها أكتر من مرة، الآيات اسمعها أكتر من مرة، دي دينك. اوعى تقول أصل أنا مش شرط أحفظ، لا، أكتر من مرة معاك، أكتر من مرة هتسمعها إن شاء الله. تعالوا يلا نبدأ بآياتنا، بالآيات من بداية من 57. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذ هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تجهرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت بآبائهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الآيات من 57 ل 70 الآيات حفظ وتفسير ومعاني كلمات ومهمة جدا. طيب محاور الصورة ديت الجزء المقرر علينا. اتكلم على ايه الجزء المقرر علينا؟ اولا 7 محاور، اتكلم عن 7 محاور. المحور الاول اللي هو صفات المؤمنين، الصفات الاربع. اول صفه الخشيه، الصفه الاولى الخشيه من الله سبحانه وتعالى، والايمان والتوحيد والعطاء، هنوضحهم دلوقتي. يبقى اتكلمت عن 7 محاور. 7 محاور. المحور الاول صفات المؤمنين، اللي هي ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، وهجيب لك معنى الكلمات دلوقتي، ما تستعجلش في كل دي، انت بس ركز معايا. تمام، ايوه. الصفه الثانيه الايمان، والذين هم بايات ربهم يؤمنون. طيب الصفه الثالثه التوحيد، والذين هم بربهم لا يشركون. الصفه الرابعه
الصفة الرابعة الايه؟ العطاء. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. طيب ديت أول ايه؟ أول محور. المحور الثاني إسقاط الحجج، اللي هي بعد كده بقى إسقاط الحجج، اللي هو الرد على المستكبرين وإثبات فساد عقولهم بأسلوب منطقي. فساد عقولهم اللي هو أولئك، طبعا ديت في نفس الآية على صفات عباد الرحمن، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، اللي هم مين؟ من يعطون، من يؤتون. ثم الله سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. تمام. طيب الوحدانية المطلقة، إثبات أن الله واحد لا شريك له ولا ولد. الدرع الحصين اللي هو التوكل على الله والاستعاذة من وساوس الشيطان في الأجزاء الثانية من بعد 57 بقى. اليقين بالبعث اللي هو تقديم الأدلة القاطعة على أن العودة للحياة بعد الموت حق لا ريب فيه. المصير المحتوم ببيان العذاب والذل الذي ينتظر الكافرين. ثم الخاتمة اللي هي بيان عظمة الخالق وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الرحمة والمغفرة. طيب نيجي على بقى الصفات المؤمنين الصادقين. ما هي صفات المؤمنين الصادقين؟ اللي هو مفتاح النجاح الأساسي واللي بيأتي بالترتيب بقى بالتالي. الخشية زي ما احنا قلنا بقى، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، اللي هو خوف نابع من تعظيم الله والحذر من عقابه. الإيمان الراسخ اللي هو الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، اللي هو تصديق عملي بالآيات الكونية. يبقى واحد الخشية والإيمان الراسخ، يبقى الصفات الخشية والإيمان الراسخ والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ثم الصفة الثالثة الإخلاص، والذين هم بربهم لا يشركون، اللي هي عبادة خالصة بعيدة عن الرياء، عبادة خالصة بعيدة عن الرياء والمباهاة بالعمل. الوجل اللي هو الخوف عند العطاء، يعني وانت بتعطي هو خايف ألا يقبل هذا العمل. يقول تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يتصدقون ويعملون الخير ومع ذلك يخافون ألا يتقبل منهم عند الحساب. طيب ديت صفات المؤمنين. طب في عندي بعض المفاهيم اللي احنا عاوزينها. ما معنى كلمة العدل الإلهي؟ ما معنى العدل الإلهي؟ العدل الإلهي اللي هو القاعدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أن الله رحيم لا يطلب منا ما يفوق طاقتنا. لا نكلف، الله سبحانه وتعالى يقول ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، اعمل ما عليك واترك الباقي لله سبحانه وتعالى. أدي ما عليك من العمل والجد والاجتهاد وكن عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى يجازي عن الإحسان وهو خير المجازين. طيب الأمر الثاني كتاب الأعمال اللي هو سجل دقيق. طبعا كل إنسان وله كتاب أعمال سجل دقيق يسجل كل كبيرة وصغيرة، كل كبيرة وصغيرة عليه. دي كتاب الأعمال سجله دقيق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يسجله الكرام الكاتبون. الكرام الكاتبون لما هنيجي على الملائكة كمان شوية في الدرس اللي عندنا، الكرام الكاتبون الذين يسجلون كل كبيرة وصغيرة لك. تمام بالصدق. البرزخ هو الحاجز أو الفترة التي تلي الموت وتسبق البعث. الفترة من موت الإنسان إلى بعثه إلى البعث دي تسمى البرزخ. البرزخ إيه هو البرزخ؟ هو الحاجز أو الفترة التي تلي الموت وتسبق البعث ويقضيها الناس في قبورهم. إذا مات الإنسان إلى بعثه دي تسمى فترة البرزخ. تمام في ديت. بطلان الشرك اللي هو التأكيد أن أي عبادة لغير الله لا برهان لها وهي ضلال محض. طيب الشخصيات والفرق بقى، تعال نعمل مقارنة بقى. عاوزين نعمل الآية هنا ذكرت المؤمنين، الآية ذكرت المؤمنين وذكرت الكافرين. عاوز أعقد مقارنة بين المؤمنين والكافرين. طيب المؤمنون الصادقون الصفة بتاعتهم يسارعون، خلي بالك بقى الاثنين أعمل لك مقارنة. الصفة بتاعتهم يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. أما المترفون الكفار صفتهم استعملوا نعم الله في المعصية والبطر، بطروا على نعمة الله سبحانه وتعالى، البطران. طيب أما حال المؤمنين قلوبهم وجلة من لقاء الله، خايفين بالرغم من إنه بيعطي. المؤمن بالرغم من إنه بيعطي لكنه يخشى ألا يتقبل هذا العطاء، بيعطي ويخشى. ولذلك في القرآن الكريم موجودة قلوبهم وجلة. طيب أما حال المترفون اللي هم الكفار يصرخون ويجأرون بالطلب عند نزول العذاب. في القرآن الكريم ذكر حالهم أثناء النار يجأرون ولكن هيهات لمن يسمع لهم. أما القدوة للمؤمنين فيتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف بالصدق. أما موقف الكفار فكذبوا بالرسول رغم علمهم برجاحة عقله وأمانته. طيب القيم اللي بنتعلمها من الداء من الصورة، صورة
المؤمنون القيمة التي نتعلمها منها. واحد، التدبر. القرآن ليس للقراءة فقط يا شباب، وانت بتقرأ القرآن للتدبر وليس للقراءة فقط، بل هو طريق للوصول إلى الحق بالبحث والفهم. الشكر الحواس، السمع والبصر والفؤاد، نعم من الله سبحانه وتعالى. البصر والسمع والفؤاد، القلب، كل هذا نعم من الله سبحانه وتعالى، والواجب تسخيرها في طاعته لا معصيته. اليقظة اللي هي الاستعاذة الدائمة من الله، الاستعاذة دائمة من همزات الشياطين اللي هي الوساوس، سلاح المؤمن في الدنيا. ثم التواضع اللي هو الإقرار بأننا سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم إلى ربهم راجعون، يهذب النفس ويمنع الكبر. ثم النصيحة الذهبية لأولاد الطلاب. النصيحة الذهبية، الصورة ترسم لك خريطة الطريق للفوز الأكبر، بترسم لك خريطة الطريق للفوز الأكبر اللي هو الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، العطاء وعدم المباهاة، الاستعاذة الدائمة من همزات الشياطين، إتقان العمل، الجد وإتقان العمل وترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. لذلك بقول لك هذه الصورة ترسم لك خريطة الطريق للفوز الأعظم. فالمؤمن الحقيقي هو من يجمع بين إتقان العمل والخوف من التقصير. هذا هو المؤمن الحقيقي الذي يجمع بين اتقان العمل والخوف من التقصير. اتقان العمل، ذاكر، اجتهد، خليك مركز معايا في الحصه دي، اتقان عمل. والخوف من التقصير ان انت بتجد وبتجتهد ومع ذلك معتقد ان ممكن يكون في خطا، لذلك بتجد اكثر. يبقى الجد والاجتهاد في العمل والخوف من التقصير. طيب، عندك بعض معاني الكلمات، انا عامل لك في الملف بعض معاني الكلمات للصور، بعض معاني الكلمات اللي ممكن تكون صعبه عليك بالنسبه. قلوبهم وجله اي خائفه من حساب ربها. تمام. غمرة من هذا جهالة وغفلة، الغمرة اللي هو الجهالة والغفلة. أخذنا مترفيهم أي أنزلنا العذاب بالمترفين اللي هم الأغنياء فيها الذين استعملوا نعم الله في المعاصي. على أعقابكم تنقصون أي تعرضون عن آياتنا وتولونها ظهوركم باستهزاء، اللي هو الرجوع إلى الوراء. جنة، خلي بالكم في فرق بين جنة وجنة. جنة اللي هي طبعا الجنة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن ندخلها جميعا بإذن الله، وإن شاء الله تدخلوها إن شاء الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون منهم وأنتم أيضا. أما الجنة، جنة معناها جنون، هذا به جنة يعني جنون. والجن طبعا اللي هو مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي خلقها من نار. خرجا أي أجرا، لجوا في طغيانهم أي تمادوا في كفرهم. فهتلاقي عندك يجأرون أي يتضرعون إلينا بالدعاء عندما يقعون في النار، عندما يدخلون النار يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ولكن هيهات أن يقبل هذا. سامرا تجهرون أي تتسامرون بالليل حول البيت الحرام وتستهزئون بالقرآن الكريم. وهم كانوا يسمعوا القرآن الكريم ويجلسون حول البيت الحرام في مكة ويستهزئون بكلام الله سبحانه وتعالى، يسخرون. لذلك إياك أن تتخذ كلام الله سخريا، وحتى وإن كان من باب الهزار أو الضحك، خلي بالك حتى لا تتشبه بمشركي مكة. ذكرهم، الذكر طبعا هو القرآن الكريم. الناكبون المائلون والخارجون عن الحق. مبلسون أي ساكنون من شدة الحيرة. لجوا في طغيانهم يعمهون أي تمادوا في كفرهم. عندك هيبقى في ذرأكم أي أوجدكم، يجير ولا يجار عليه، يغيث من يستجير به ولا يستطيع أحد أن يناله بسوء. همزات الشياطين وساوس الشياطين، تفلح أي تحرق وجوههم النار. شقوتنا أي تعاستنا، سخريا محل سخريتكم، لا برهان له لا دليل على ذلك. أساطير الأولين أكاذيب السابقين، خلي بالكم. فأن تسحرون فكيف تخدعون عن الحق. برزخ اللي هو الحاجز، وهي أوقات يقضيها طبعا الأموات في قبرهم إلى البعث. كالحون أي عابسون، اخسأوا فيها أي اسكتوا سكوت ذل. عبثا أي لهوا. دي معاني الكلمات اللي ممكن هتحتاجها، اللي هيجي لك لما يجي معانا الكلمات. في بعض الحاجات عندك 4 أسباب هامة بالنسبة. يعني إيه؟ سبب خوف المؤمنين رغم إحسانهم. المؤمن دي رغم إحسانه خايف ليه؟ لماذا يخاف المؤمن رغم إحسانه؟ قال لك سبب خوف المؤمنين رغم إحسانهم لأنهم يخشون التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويخافون ألا تقبل أعمالهم عند الحساب ومناقشة بواعثها. يعني خلي بالك وانت بتعطي، إياك أن تتباهى بالعطاء، ولكن كن حذر واعلم بأن الله سبحانه وتعالى إذا علم إذا كانت هذا الأمر هذا العطاء فيه منة وتباهي فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن في خوف وفي وجل ألا تقبل هذا العطاء. أهو سبب خوف المؤمنين رغم إحسانهم لأنهم يخشون التقصير في طاعة الله ويخافون ألا تقبل أعمالهم عند الحساب ومناقشة بواعث. سبب توبيخ المشركين باتهام النبي بالجنون لأنهم يعلمون حق العلم قبل البعثة أنه أكمل الناس عقلا، كانوا مسمينه الصادق الأمين، أكمل الناس عقلا وأرجحهم فكرا وأوفرهم رزانة وعقل، فكانوا يأتمنونه على الأمانات.
إلا أنه عندما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وصفوه بالمجنون، وصفوه بالساحر، وصفوه بالشاعر. فلذلك الله سبحانه وتعالى يوبخهم في القرآن الكريم. سبب كراهية المشركين الحق لأن الحق يتعارض مع أنانيتهم وشهوتهم وأهوائهم طبعا الفاسد. ماذا يحدث لو تعدد الآلهة؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا تعدد الآلهة، يقول الله سبحانه وتعالى ويخبرنا: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. طبعا كل واحد استقل كل إله بمخلوقاته. مش لو في تعدد آلهة زي ما عند اليونان مثلا إله الخير وإله الشر وإله الجمال وإله الحب وما إلى آخره، كان كل إله خد إيه؟ ما يخصه، وتعارضت المصالح، فبالتالي تعارك الآلهة. مش هو ده اللي يحصل طبعا، لكن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا ماذا يحدث لو تعددت الآلهة؟ لاستقل كل إله بمخلوقاته ولا حدث بينهم تحارب وتغالب ولا فسد الكون بالكامل. تمام يا جماعة؟ يبقى دي سورة المؤمنون معانا. الدرس الثاني هيبقى معانا، وسورة المؤمنين دي مهمة جدا هتيجي يا جماعة، وبالذات الآيات الأولى، اللي هي من أول قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآيات إلى الآية 70. تمام؟ هتبقى معاك، خلي بالك أو من الجزئية دي. ثم الدرس الثاني عندنا هيبقى أحكام التجويد اللي هو أحكام التجويد المقصود بها الوقف والابتداء. هنا بالأخص الوقف والابتداء. يعني إيه الوقف والابتداء يا أستاذ؟ يعني إيه تقف الوقف عشان أخد النفس وأنا بقرأ الآية. وأنت بتقرأ نفسك ممكن عاوز تقف في مواضع ما ينفعش تقف فيها، وفي مواضع لازم تقف فيها. أنت فاهم الفكرة؟ حتى لا يحدث لبس في فهم الآية. فبالتالي في وقف وفي ابتداء، في أحكام عاوزينها. بالإضافة عندنا يعني الوقف اللي هو قطع الصوت عن كلام زمنا بتتنفس فيه عشان ده تستأنف القراءة، والابتداء الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف. أما النون، وعندنا في حكم للنون الساكنة والتنوين. عندنا النون الساكنة اللي هي النون طبعا الساكنة هكذا زي من وزي عن. أما التنوين عندنا اللي هي عبارة عن نون ساكنة بس لا تنطق ولا تكتب، وبيكون في نهاية الكلمة يا إما فتحتين وألف أو ضمتين أو كسرتين. صح كده؟ التنوين هنا حكمها إيه في النطق؟ ده اللي هنعرفه. طيب بالنسبة للوقف، الوقف عندي ليه 4 أنواع يا جماعة. الوقف عندي عشان أقف ليه 4 أحكام. في عندي الوقف التام، وفي الوقف الكافي، وفي الوقف الحسن، وفي طبعا الوقف القبيح. يعني إذا الوقف 4 أنواع. طيب الوقف 4 أنواع الوقف. أولا الوقف التام قال لي يتم به المعنى ولا يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى، يعني مش مرتبط باللي بعد، بس يلزم الوقوف عليه. يبقى الوقف التام، التام يلزم الوقوف الوقف عليه والبدء بما بعده، مثل قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم. لازم تقف. ادي انا وقفت اهو، يبقى اقول لك يلزم الوقف عليه، انا وقفت عليه والبدء بما بعد. اما هيجي هنا الايتين ورا بعض ينفع اقول فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، اذا لفسد المعنى كده هيتغير خالص. انما هنا اقوله فلا يحزنك قولهم ثم اخذ نفسي الوقف. طب وما اجي هبدا، مش هبدا من بدايه الايه من هنا، هبدا إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، لان هنا قال الوقف التام يلزم الوقف عليه والبدء بما بعد. الوقف التام عشان خلي بالك في دي مهمه ودي حفظ، الوقف التام بيلزم الوقف عليه والبدء بما بعد. طب الوقف الكافي قال لي يتم المعنى به لفظا ويتعلق بما بعده معنى ولفظا زي اللي فوق بالظبط، بس قال لي يحسن الوقف والبدء بما بعد. الافضل ان اقف وابدا والبدء بما بعد. يحسن الوقف والبدء بما بعد زي ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. اديني وقفت اهو. طب وما اجي ابدا هدى للمتقين، طب لو انا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هل هنا في خطا؟ لا، لان قال لي هو يحسن الوقف والبدء بما بعد. فاهميني في ديت الوقف والبدء. انما هنا يلزم الوقف، يعني هنا ممكن اقف او ما اقفش، يعني ممكن اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اما هنا لابد من الوقف هنا والبدء به من هنا. تمام؟ هنا بقى يحسن، يعني ممكن اكمل لو نفسي واخدنا اكمل، بس الافضل ان انا اقف. وخلي بالك في الحكم الوقف الكافي يحسن الوقف
كان الوقف التام يلزم الوقف، هنا يحسن الوقف والبدء بما بعد، ونبدأ بما بعد هدى للمتقين، دي الأفضلية. لكن إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فلا خطأ في ذلك. أما الوقف الحسن هو كلام تم معناه لكنه مرتبط بما بعده لفظا ومعنى، معناه خلاص اكتمل. طيب يحسن الوقف، احنا هنا كانوا بيقولوا يحسن الوقف ولا يحسن الابتداء، كنا هنا مع الوقف الكاف كنت بقول يحسن الوقف والبدء بما بعد. يعني خلاص هنا انا وقفت، الافضل الوقف، طب وما اجي ابدا بما بعده هدى للمتقين، هنا بقى قال لي يحسن الوقف الحمد لله، ادينا وقفت اهو يحسن الوقف، ولا يصح البدء بما بعد ولا يحسن الابتداء باللي بعد. يعني ينفع اقول الحمد لله واقوم ساكت واقوم قايل رب العالمين؟ لا غلط، لا هنا لا يحسن، لا يصح البدء انما اقوله الحمد لله، انا وقفت نفسي خدني وقفت الحمد لله وقفت، هتيجي تعمل ابدا بقى من البدايه من تاني الحمد لله رب العالمين. تمام يا جماعه، خلي بالك في دي، في وانت ماشي دي معلش هي حته كده معايا خليك مركز فيها حفظ شويه. يبقى الوقف التام يلزم الوقف، لابد لازم اقف فلا يحزنك قولهم قف، وما تيجي تبدا والبدء بعد. طيب هنا الوقف الكاف يحسن، ممكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين او ذلك الكتاب لا ريب فيه، يحسن الوقف والبدء بما بعد. تمام. اما هنا يحسن الوقف الحمد لله ولا يحسن الابتداء بما بعد، تمام. طيب الوقف القبيح بقى ما يقبح الوقوف عليه لتعلقه الشديد بما بعده وافساده للمعنى، فلا يجوز الوقف، زي مثل قوله تعالى ينفع في اياك نعبد، اياك واسكت، اياك دي تهديد يا جماعه، دي تهديد، اياك دي تهديد، انت كده افسدت المعنى، انما تقول اياك نعبد. مثل قوله تعالى وللمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما ينفعش اقول وللمصلين واسكت، لان هنا الوقف يفسد المعنى، معناها كده ان الويل والهلاك للمصلين، انما ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تمام وصلت؟ طيب يبقى دي الوقف عندي، بكرر تاني الوقف عندي 4، اما وقف تام، وقف كافي، وقف حسن، او وقف قبيح، وعرفنا حكم كل واحد فيهم. اما علامات الوقف، العلامات ده هي يا جماعه عشان يبقى انت عارفها، حتى احنا في ديننا يا جماعه خلي بالك، يعني انت بتتعلم عشان انا عارف انت داخل الامتحان بكره اهو، انت الامتحان عندك اهو داخل الامتحان وبتاخد عشان الامتحان، وفي نفس الوقت دينك تبقى انت عارف في مصحفك قرانك وانت فاتح القران وانت فاتح المصحف، يبقى عارف حتى العلامات ده هي، العلامات دي بتدل على ايه؟ فخلينا نحاول ان ناخذ الدارين الدنيا والاخره. يلا خلينا ناخد الحسنات واحنا ماشيين، واكرر هذا الكلام لي ولكم، احنا في حصتنا دهيت عاوزين نحصل على خيري الدارين الدنيا والاخره، فخذ كل معلومه هي دي في دينك، دي على فكره في دينك، مش عشان تخش الامتحان وخلاص وانتهت، دي في دينك، تعلم هذه المعلومه. اي نعم ان في خطا، ان ازاي ان حصه واحده ورجعنا الدين فيها، بس احنا بنقول خلاص ما لا تبكي على لبن مسكوب، لكن نتعلم. المهم ان احنا نتعلم من ديننا ونتعود عليه. فبصوا معايا بقى، الميم هنا دي معناها علامه على الوقف اللازم، العلامه الميم لما تلاقي الميم موجوده معناها الوقف اللازم، انك لازم تقف، يجب الوقف هنا لعدم تغيير المعنى، لازم تقف اول ما تلاقي الميم. طب اللا معناها الوقف ممنوع، اول ما تلاقي لا فوق كده بالخط معناها الوقف ممنوع، لا تقف هنا، فالكلام مرتبط جدا بما قبل. اما الجيم خلي بالك في العلامات، ميم قلنا الوقف لازم، لا قلنا الوقف ممنوع، الجيم ديت معناها الوقف جائز، يجوز الوقف او الوصل بنسبه متساويه، يعني انت حر، الانسب في الاثنين حسب انت ونفسك بقى، نفسك جايبك تكمل ماشي، طب نفسك مش جايبك تقف، الاثنين متساويين، اللي هي جيم جائز الوقف الجائز. صلي دي الوصل اولى، الوقف جائز يجوز الوقف لكن الوصل اولى، خلي بالك بقى في الجيم وصلي الاثنين الوقف جائز، بس جيم الاثنين متساويين، اما صلي الوصل اولى، الاثنين متساويين، الاثنين اهو الوقف جائز بس الوصل اولى، قلي الوقف اولى، خدت بالك في دي يجوز الوصل لكن الوقف اولى، خلي بالك في الثلاثه اهو، قلنا الجيم الوقف جائز، صلي الوصل اولى يجوز الوقف بس الوقف اولى، اما صلي يجوز الوقف لكن الوصل اولى، اما قلي الوقف اولى يجوز الوصل لكن الوقف اولى، عشان يبقى انت عارفها العلامات اهي. طيب الثلاث نقط دولت اللي بيبقوا فوق بعض دولت، تعنق الثلاث نقط معناها ايه؟ تعنق ديت اذا وقفت على واحده من دولت تمام
اذا وقفت على الاولى هتقف على الثانيه، يعني انت وقفت هنا يبقى ما تقفش، وقفت هنا يبقى ما تقفش، اللي اسمها تعانق الوقف. ماشي يا جماعه، العلامات ديت خلي بالكم قوي منها عشان لو جات لك يبقى انت عارفها. الميم الوقف اللازم، لا الوقف الممنوع، جيم الوقف الجائز، صلي الوصل اولى، ان يجوز الوقف لكن الوصل اولى، قلي يجوز الوقف لا يجوز الوصل لكن الوقف اولى. التعانق الوقف ده معناها ان وقفت على في نقطه يبقى مش هتعرف يبقى ما ينفعش تقف في الثاني، وقفت في مكان يبقى ما ينفعش تقف في الثاني. اما احكام النون الساكنه، احنا طبعا كنا بنتكلم على النون الساكنه، احكام النون الساكنه والتنوين. ادي النون الساكنه يا شباب، والتنوين بقى يا اما ضمتين يا اما فتحتين يا اما كسرتين. طيب هما نفس الحكايه، النون الساكنه والتنوين نفس الحكم. احكامها اما اظهار او ادغام او طبعا اقلاب او اخفاء، لها 4 احكام. امتى الاظهار؟ الاظهار ان انطق النون، ان النون تنطق. ينهون ينهون ينهون، هتلاحظ كده في ينهون ينهون النون ظهرت هنا، النون ينأون النون ظهرت اهي مع النون ساكنه ظهر. ما هي النون تظهر امتى؟ قال الاظهار نطق النون واضحه بلا غنه اذا جاء بعدها النون. طبعا الكلام يا جماعه عن النون الساكنه والتنوين، كلام عن النون الساكنه والتنوين، احكام النطق النون الساكنه والتنوين. قال لي اذا كانت النون الساكنه او التنوين جه بعدها الهمزه او الهاء او العين او الحاء او الخاء او الغين او الخاء، ال6 حروف دول، ال6 حروف همزه هاء همزه هاء عين حاء غين خاء عين غين حاء خاء، يبقى همزه هاء عين غين حاء خاء. لو جت واحده من دولت يا شباب بعد النون او التنوين لابد ان تنطق اهو، ينأون ينهون او شوف بقى هنا كفوا احد كفوا احد، واوحي الى نوح انه واوحي الى نوح انه تمام اتنطقت يبقى هنا الاظهار. امتى الاظهار؟ قلنا يجب اظهار نطق النون واضحه بلا غنه بعد ايه؟ بعد 6 حروف، الهمزه والهاء والعين والغين والحاء والخاء، الهمزه والهاء والعين والغين والحاء والخاء اهي، همزه وهاء عين غين حاء خاء، النون قبلهم النون الساكنه قبلهم او التنوين يبقى يجب الاظهار. اما الادغام امتى؟ الادغام اذا جاء بعد النون او التنوين حرف من الحروف ده هو المجموعين في كلمه يرملون، يرملون في كلمه يرملون، ال6 حروف دول يرملون بيبقى كانها مشدده. بس عندي الادغام ممكن يكون بغنه او بغير غنه. بغنه يعني ايه؟ مثل من يقول من يقول، ادغام بغنه. طيب ادغام بغير غنه، من ربهم من لدن، دي ادغام بغير غنه، ان انت ادغمت بغير غنه. يعني ايه؟ يعني النون دي ما نطقتهاش بس ادغمتها شددتها مع الحرف اللي بعدها، من ربهم من لدن، تمام؟ ما نطقتش النون بس شددتها مع الحرف اللي بعدها، الحرف اللي بعدها مشدد بلا غنه. طب امتى يكون النون والتنوين؟ امتى يكون ادغام بغير غنه؟ اذا جت النون والتنوين بعد الراء واللام اهي، من ربهم من لدن من لدن، تمام؟ اما الادغام بغنه اذا جه بعد النون والتنوين ينمو. عارفين حروف ينمو؟ الياء والنون والميم والواو، بعد النون والتنوين الياء والنون والميم والواو يبقى على طول بغنه، من يقول من يقول، تمام؟ ادغام بغنه. يبقى اذا عندي في اظهار وفي عندي ادغام. طيب الحكم الثالث الاقلاب. الاقلاب يعني ايه؟ خلي بالك، اظهار النون تظهر، ادغام سواء بغنه او بغير غنه، ان في تشدد في الحرف اللي بعدها، بغنه في نغمه غنه، بغير غنه خلاص. اما الاقلاب ان هقلبها الميم، قلب النون ميم، النون تتقلب ميم، ميم مخففه مع غنه كده، اذا جاء بعدها حرف الباء، زي من بعد سميع بصير سميع بصير، تمام؟ من بعد سميع بصير، ميم خفيفه، قلبت النون او التنوين ميم خفيفه، دي اسمها الاقلاب، قلب النون ميما مخففه. اما الاخفاء هي حاله الاظهار والادغام مع غنه، حاله بين الاظهار والادغام. يعني ايه؟ لا مني اظهرتها ولا مني ادغمتها، بس في غن اذا جاء بعدها حرف من الحروف ال15 اللي جمعناهم بقى في بيت الشعر ده، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يعني ايه اساسا؟ انا مش ماليش دعوه بمعنى البيت، بس صف حرف الصاد، ذا ذال، ثنا الثاء، فاهمين كده؟ كم الكاف،
جاد جيم، شخص شين، قد القاف، سماء ها. وانت ماشي بقى كده ال 15 حرف دول صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، ضم طيبا زد في طقا ضع ظالما. ديت اي حرف من دول جاء بعد، اي حرف من دول جاء بعد النون او التنوين يجب الايه؟ الاخفاء. والاخفاء اللي هو حاله ما بين الاظهار والادغام. يبقى اذا احكام النون عندي هتبقى احكام النون الساكنه والتنوين، الميكانيكا النطق الصوتيه هيبقى اظهار وادغام واقلاب واخفاء، اظهار وادغام واقلاب واخفاء. تمام يا شباب؟ في ديت نروح بقى للدرس الثالث معانا سريعا كده. الدرس الثالث اللي هو سورة الحج. سورة الحج وهي نص استماع. هذا الدرس نص استماع، تلاوة ليس حفظ، تلاوة ليس حفظ. لذلك احنا ما كتبناهوش، قلنا شفتوا بقى، شفت لما تبقى حصة واحدة بس، مراجعة واحدة بس، انما لو بنعمل عليها حصص، وديت ان شاء الله السنة الجاية هنحاول نعملها معاكم مع البكالوريا بقى ان شاء الله. طيب، بطاقة التعريف للسورة، سورة الحج سورة مدنية. سورة مدنية طبعا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، تناولت جوانب التشريع والعقيدة طبعا. عدد آياتها يا جماعة 78 آية، احفظوا عدد آيات سورة الحج 78 آية. طيب، سر التسمية، لماذا سميت سورة الحج بهذا الاسم؟ تخليدا لذكرى نداء الخليل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام. كل سنة وانتم طيبين، احنا لسه خارجين من عيد الأضحى ووقفة عرفات، والحجاج في الإفاضة من عرفات وفي المزدلفة وفي رمي الجمرات وفي الطواف ببيت الله الحرام بالكعبة. كل ده في سورة الحج. سر التسمية تخليدا لذكرى نداء الخليل إبراهيم عليه السلام للناس بحج البيت العتيق بعد ندائه واستجابة البشرية له بلبيك اللهم لبيك. وأظن كنا سامعينها في كل وسائل الإعلام، لبيك اللهم لبيك، كانت مقررة. اللهم أوعدنا يا رب، أوعدنا يا رب زيارة بيتك الحرام. قولوا آمين. طيب، إذا قلنا السورة مدنية، عدد آياتها 78، سبب تسميتها تخليدا لذكرى نداء الخليل إبراهيم عليه السلام. بتتحدث عن إيه السورة أو محاور السورة معانا؟ اللي هو هيكل السورة زلزال الساعة. أول حاجة بتتكلم على زلزال الساعة وأهوالها، أهوال الساعة، الزلزال الذي يعقب يوم القيامة. زلزال الساعة مشهد كوني يذهل العقول، والدليل المرضعة تترك رضيعها والحامل يسقط جنينها، الحامل جنينها يسقط، والناس يترنحون كأنهم سكارى من شدة الفزع وهم ليسوا بسكارى. طيب، أدلة البعث، بل أول حاجة زلزال الساعة، الآية تحدث عن الساعة، زلزال الساعة وأهوالها. أدلة البعث وقدرة الخالق سبحانه وتعالى، لأن السورة قدمت براهين عقلية على إحياء الموتى، برهانين عقليين، قدمت برهانين عقليين يعني دليلين على إحياء الموتى. البرهان البشري الأول مراحل نمو خلق الإنسان، سواء بقى من تراب ثم من نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة. والبرهان الكوني إحياء الأرض الهامدة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إحياء الأرض الهامدة بالمطر لتنبت من كل زوج بهيج. يبقى أدلة البعث وقدرة الخالق قدمت الآية الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، قدم برهانين: خلق الإنسان، البرهان البشري اللي هو مراحل خلق الإنسان من تراب النطفة علقة مضغة، والبرهان الثاني اللي هو إحياء الأرض الهامدة بالمطر لتنبت من كل زوج بهيج. ثم أصناف تحدثت، المحور الثالث أصناف الناس وموقفهم: المجادل بغير علم، اللي بيجادل وبغير علم ويتبع الشياطين ويضل عن الحق. وأيضا عباد الله على حرف، عابد الله على حرف، من يعبد الله على حرف. يعني ايه من يعبد؟ المذبذب، اللي هو اذا كان في نعمه يشكر الله سبحانه وتعالى، واذا اصيب بازمه او بشده ينسى الله سبحانه وتعالى ويكفر. عابد الله على حرف، واياكم ان تكونوا منهم. اعلموا بان هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، زي ما انت داخل امتحان ان شاء الله، انت داخل الامتحان، في الامتحان الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء. فاعلم بان المؤمن يصاب، واي المؤمن يصاب فلا بد ان يصبر حتى ينال الثواب، حتى ينال ثواب الصبر. تمام؟ عابد الله على حرف، ده النوع الثاني، اصناف البشر او اصناف الناس. خلي بالك، اصناف الناس: المجادل بغير علم اللي هو بيتبع الشياطين ويضل عن الحق، وعابد الله على حرف اي المذبذب الذي يرتد عند المصيبه ويطمئن عند النعمه، خسر الدنيا طبعا والاخره. والمخبتون اللي هم المتواضعون الخاشعون الصابرون. إذن السورة قسمت الناس إلى 3 أصناف. السورة قسمت الناس إلى 3 أصناف. الصنف الأول المجادل بغير علم اللي هو يتبع الشيطان ويضل عن الحق. الصنف الثاني اللي هو العابد على حرف،
أن يعبد الله سبحانه وتعالى حرف، اللي هو إذا أصيب بنعمة يشكر الله ويعبد الله، وإذا أصيب بأزمة أو شدة يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، وهذا خسر طبعا الدنيا والآخرة. والصنف الثالث الذين نتمنى أن نكون منهم اللي هم المخبتون، أي المتواضعون الخاشعون، المتواضعون الخاشعون الصابرون لله سبحانه وتعالى. ثم تحدثت طبعا السورة عن فريضة الحج وشعائر الله سبحانه وتعالى، نداء إبراهيم للناس وتعظيم الحرمات ونحر الهدي تقربا لله سبحانه وتعالى. ثم تحدي الأصنام وعبرة التاريخ، ضرب المثل، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب في هذه الآية في هذه السورة ضرب المثل بالذبابة لبيان عجز الآلهة الباطلة وذكر القرى الظالمة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. ضرب الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المثل بالإيه؟ بالذبابة، أضعف شيء، وذكر القرى الظالمة. طبعا عندي مقارنة ما بين المخبتين والمذبذبين. المخبتين اللي هم المؤمنون الصادقون، والمذبذبين اللي هم من يعبد الله على حرف. حالة القلب بالنسبة للمخبتين طمأنينة للحق وخشية دائمة من الله سبحانه وتعالى. أما المذبذب تردد وعدم ثبات في العقيدة، تردد وعدم ثبات. طيب، المخبتون عند الرخاء يشكرون الله ويعظمون شعائره، أما المذبذب يطمئنون للخير الدنيوي فقط. تمام؟ عند البلاء بقى المخبتون يصبرون ويوقنون بدفاع الله عنهم. لذلك بقول لك اعلم بأن الإنسان مبتلى، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ومن يليهم. فإياك أن تعتقد بأن الإنسان إذا أصيب بأزمة أو شدة أو مصيبة فقد كرهه الله سبحانه وتعالى أو ترك الله أو تخلى عنه، وإنما قد يكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وحب شديد من الله سبحانه وتعالى حتى يأتي إليه عبده خالي من الذنوب والمعاصي. فالدنيا دار ابتلاء وليست دار نعيم، فهي للرحيل وليست دار إقامة. بكرر تاني لك عشان تبقى انت عارف، لان كلنا اغترينا بان الدنيا دار نعيم وان احنا عايشين فيها عشان نتنعم، وان احنا اذا وصلنا بشده يا رب اشمعنى احنا وانا والناس ما هي التاني. لا، اياك ان تنظر للاخرين، فالدنيا دار ابتلاء ودار شده وابتلاء، فعليك ان تصبر، على المؤمن ان يصبر. واحنا بنقول بقى اهو عند الرخاء المؤمن عند الرخاء يشكر الله سبحانه وتعالى، طب وعند البلاء يصبر. اما الذي يعبد الله على حرف اللي هو المذبذب عند الرخاء بيطمئن للخير الدنيا. شوف كل دي من عندي اجتهاد مني ورزق من ربنا. طب والمصيبه يا رب ويكفر بالله سبحانه وتعالى، اهو ينقلبون على وجوههم ويرتدون للكفر، عشان تقارن ما بين الاثنين. اما المصير بقى مصير المخبتون، مصير المخبتين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، قولوا امين. ردت جنات النعيم والرزق الكريم. المخبت المؤمن الصادق يرزقه الله سبحانه وتعالى صبره في الدنيا والآخرة. أما المذبذب فخسران الدنيا والآخرة، يخسر في الدنيا والآخرة. طب ديت حاولت أعمل لك مقارنة ما بين الاثنين، وعليك أن تفكر أيهما تريد أن تكون أيها الطالب ابن بنت، عاوز تكون إيه؟ هل تكون من المخبتين أم من المذبذبين؟ إن شاء الله تكون من المخبتين اللي هم المؤمنين الصادقين الذين يصبرون في السراء، الذين يصبرون في البلاء قبل السراء، في المصيبة والشدة قبل النعمة والرخاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وصبر، وإذا أصابتهم نعمة شكروا الله على هذه النعمة. تمام؟ وإياك أن تكون من المذبذبين الذين يعبدون الله على حرف، حسب بقى الحال. إياك. نيجي العلل والذكاء، ركن العلل والذكاء. لماذا زلزال الساعة يفوق الخيال؟ ليه زلزال الساعة يفوق الخيال؟ قال لأن أثره يتجاوز هدم الجدران ليصل إلى تدمير أصلب الغرائز الفطرية، ذهول الأم عن الرضاعة. فاهمين يعني إيه؟ من شدة هول الزلزال ده وتدمير الأرض وتطير الجبال وتكون كالعين المنفوش، إن الأم تنسى ابنها في إيديها، غريزة الأم، والحامل تسقط، تذهل الأم عن وليدها. طيب ما الحكمة من ذكر أطوار الخلق اللي هو من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة ثم يكسو المضغة عظاما ثم لحما، لإقامة الدليل الحسي على أن الذي بدأ الخلق من عدم قادر على إعادته للبحث والنشور. من بدأه أول مرة قادر على إبداؤه للمرة الثانية. تمام يا شباب؟ طيب لماذا ضرب المثل بالذباب تحديدا؟ اشمعنى الذباب تحديدا؟ لبيان أقصى درجات العجز. الذباب أقل شيء أقل أنواع الطيور أهو، الطير، الحشرات،
لبيان أقصى درجات العجز. فالأصنام لا تخلق ذبابة وهي ضعيفة، ولا تسترد ما يسلبه الذباب منها وهو أضعف. يعني إيه؟ وإن يسلبهم الذباب فلا يستردوا شيئا منه. اللي الذبابة خدته هيقدروا ياخدوه؟ لا، دي يدل على الضعف، اللي يدل على الضعف. طب القيم والعبر المستفادة بقى من السورة، من سورة الحج: حماية المقدسات. الإسلام يحمي أماكن العبادة، سواء كان صوامع أو بيع أو صلوات أو مساجد، لأن فيها يذكر اسم الله. حماية الإيه؟ أماكن العبادة. القدوة الإبراهيمية: إبراهيم عليه السلام هو الأب الروحي للمسلمين والمنادي الأول للحج، هو المنادي الأول بالحج. التواضع اللي هو المخبت هو الفائز الحقيقي، المخبت هو الفائز الحقيقي والذي تخضع جوارحه وقلبه لخالقه سبحانه وتعالى. سنة الاستبدال: الظلم عاقبة الهلاك، والقوة الحقيقية في نصرة الله سبحانه وتعالى، ولينصرن الله من ينصره. ثم النصيحة لك ابني بنتي، النصيحة لك أيها الطالب، خليك معايا هنا. سورة الحج هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام. فعلا السورة الوحيدة. احنا عندنا أركان الإسلام الخمسة: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. الركن الوحيد اللي ذكرت سورة باسمه ركن سورة الحج. فتدبرها يجمع لك بين الرهبة من الآخرة والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. جمع ما بين الاثنين: الرهبة الخوف من الآخرة وعذاب الله، والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. بعض معاني الكلمات اللي عندك في السورة اللي عشان تستدل عليها: إن زلزلة الساعة أهوال يوم القيامة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تنسى الأم رضعها، تضع كل ذات حمل حملها، تسقط كل امرأة حامل حملها قبل تمامه من شدة الفزع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى كهيئة السكارى اللي هو السكران من هول المصيبة. الناس ماشية عمالة تترنح. تمام. بعدها: كل شيطان مريد متمرد بعيد عن خير متجرد للشر والفساد، يضله يقوده، خلقناكم من تراب، أي خلقنا أباكم آدم من تراب، النطفة ماء الرجل والمرأة، وعلقة قطعة من الدم، مضغة قطعة صغيرة من اللحم، مخلقة وغير مخلقة، تامة وغير تامة. معاني الكلمات عاملها لكم هنا، هي مش هنطول فيها، هي في الملف ساعة ما تطلب الملف هتلاقيها موجودة عندك في الملف. بيع اللي هي كنائس النصارى، صلوات اماكن العباده اليهود، مساجد يذكر فيها اسم الله اللي هي اماكن صلاه المسلمين. طيب، والروح الوحده الثانيه، الدرس الاول. الوحده الثانيه هو سريعا الدرس الاول اللي هو الايمان بالغيب. ومش عاوزك تتوه، خليك معايا، احنا ماشيين مع كل حاجه خطوه بخطوه اهوت، بحاول الخص الجزئيه واوصل لك الاستفاده منها. طيب، الايمان بالغيب. الايمان بالغيب الأحكام والمفاهيم. إيه هي الأحكام؟ الإيمان بالغيب شرط من شروط الإيمان الكامل الصحيح. الإيمان بالغيب أن تؤمن بالغيب. أن تؤمن بالغيب؟ أن تؤمن بالغيب. فاكرين كلنا قصة جبريل عليه السلام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال يقول أحد الصحابة في الحديث النبوي الشريف: أتى إلينا وإذا نحن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد منا ولا يرى عليه أثر السفر. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع منكبيه على منكب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني بالإسلام والإيمان. وبدأ بقى بيسأله: أخبرني بالإسلام والإيمان. طيب، من ضمنها الإيمان بالغيب، شرط من شروط الإيمان الكامل الصحيح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. دي من شروط الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الروح سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه أحدا، حتى الأنبياء والرسل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الملائكة خلق مفطورون على الطاعة دائما، ولا يتزوجون ولا يتكاثرون ولا يأكلون ولا يشربون، إنما هي الملائكة ملائكة الرحمن. الملائكة خلقت من نور، والإنسان خلق من طين، والجن خلق من نار. خلي بالك المخلوقات الثلاثة. الملائكة مخلوقات نورانية، لا تأكل ولا تشرب ولا تعصي الله، إنما تنفذ الأوامر فقط لله سبحانه وتعالى. والإنسان خلق من طين، وهو إنسان مخير إما للخير وإما للشر، منحه الله العقل. والجن خلق من مارج من نار، أي قطعة من نار بلا دخان، لهب أحمر بلا دخان، خلق من نار، وهو أيضا غير مكلف إما للخير وإما للشر. لذلك الجن منه المسلم ومنه الكافر، منه المؤمن ومنه الكافر. محاسبة الجن على أعمالهم يوم القيامة كالإنس تماما. إذا من الذين يحاسبون على أعمالهم يوم القيامة؟ الإنس والجن.
الثقلين الإنس والجن. ليس للشيطان سلطان أو قدوة على المؤمنين الصادقين. دي الأحكام والمفاهيم. الأطراف بقى المذكورة بقى معانا. تعالوا كده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سؤال عن الروح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وبعثته إلى الجن والإنس وإبلاغه. طبعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن إلى الإنس والجن. وطبعا احنا عندنا سورة في القرآن الكريم سورة الجن. تمام؟ أمين الوحي. من هو أمين الوحي؟ جبريل عليه السلام حمل الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين. الأبوين آدم وزوجته. من الذي أخرجه من الجنة؟ من الذي أخرج أبانا آدم من الجنة وزوجته حواء؟ الشيطان، إبليس لعنه الله، إبليس اللعين. الأبوين آدم وزوجته. إخراج الشيطان لهما من الجنة ونزع لباسهما. إبليس اللعين زعيم الشياطين المتمردين وسفيههم الذي يدعو للكفر والضلال. نفر من الجن استمعوا للقرآن فآمنوا وعادوا دعاة لقومهم. الحفظة الكرام الكاتبون اللي هي الملائكة الموكلون بتسجيل الأعمال. الملائكة الذين يسجلون الأعمال. كل خير وشر تفعله، كل كبيرة وصغيرة. الكتبة اللي هم إيه؟ الكرام الكاتبون. غزوة بدر حدث فيها تنزل الملائكة طبعا للتأييد. الملائكة قد تنزل للمؤمن للتأييد والنصرة والطمأنينة. تنزل للطمأنينة كما حدث في غزوة بدر. أرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة لطمأنة المسلمين وتهدئة قلوبهم. تمام يا جماعة في ديت عشان يبقى احنا عارفين. طيب ايه القيم والعبر المتضمنة في هذا الدرس؟ حب الملائكة وإشفاقهم على البشر. الملائكة يدعون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون الله سبحانه وتعالى للبشر، يطلبون المغفرة للبشر. الحذر التام من فتن الشيطان وأساليبه طبعا ومكره، لأن الشيطان يريد أن يوقع بالإنسان. الشيطان عدو الإنسان يريد أن يوقع بالإنسان. احترام العمل وجودة الإنتاج ومعرفة الحقوق والواجبات طبعا. طيب نرجع بقى نيجي لأول حاجة، مفهوم الإيمان. تعريف الغيب الأول. مفهوم الإيمان بالغيب وأهميته. تعريف الغيب هو كل ما أخبرنا الله به من عوالم لا تراها العيون ولا تدركها الأبصار. مش هو ده الغيب؟ العوالم التي لا نراها ولا تدركها الأبصار ده هو ده الغيب ونحن نؤمن بها بوجودها. حكمه شرط أساسي من شروط الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ونحن نؤمن بالغيب. نؤمن بأن هناك عوالم أخرى من الجن والملائكة، أن هناك مخلوقات أخرى من الملائكة والجن لكن لا نراها بأعيننا. أسرار الروح طبعا السر اللي حققتها سر من أسرار الله تعالى اختص بها لنفسه. كل روح من أمر ربي. العلم البشري لم يطلع الله عليها أحدا، لا بشرا ولا أنبياء ولا رسل. التجارب فشل العلماء طبعا في الوصول لحقيقتها. هل حد انتوا سمعتوا ان حد قدر يوصل للروح؟ حقيقة الروح، شكل الروح، هيئة الروح؟ طبعا لم يستطع أحد. مع تقدم العلم، التقدم الهائل في العلم، لم يستطع أن يصل إليه أحد، لأن ده علم اختص به الله سبحانه وتعالى. علم الملائكة اللي هو طبعا العلم النوراني. الملائكة الأصل والصفات خلقوا من نور ولا يتزوجون ولا يتكاثرون ولا يأكلون ولا يشربون. هم مفطورون على الطاعة المطلقة. الملائكة مفطورة على الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى فقط. المهام الأساسية الوحي، ودي مهمة جبريل عليه السلام أمين الوحي. جبريل عليه السلام أمين الوحي. احفظ معي، من أمين الوحي؟ جبريل عليه السلام. تاني، من أمين الوحي؟ جبريل عليه السلام. التسجيل، من المكلف بالتسجيل؟ الحفظة الكرام الكاتبون الموكلون بكتابة الأعمال. يبقى من هم الموكلون بكتابة الأعمال؟ الحفظة الكرام الكاتبون. تاني، من هم الموكلون بكتابة الأعمال؟ الحفظة الكرام الكاتبون الموكلون بكتابة كل عمل كبير أو صغير. طيب التأييد كما حدث في غزوة بدر، دي مهام الأساسية. يبقى المهام الأساسية للملائكة الوحي النزول بالوحي مثل أمين الوحي جبريل. تسجيل الحفظة الكرام الكاتبون. تأييد كما حدث في غزوة بدر حين نزلوا لنصرة المؤمنين. قبض الأرواح زي قبض الأرواح ملك الموت وأعوانه. من المكلف بقبض الروح؟ ملك الموت مكلف بقبض الروح. أعمال أخرى زي حملة العرش والاستغفار للمؤمنين، يعني هناك ملائكة يحملون العرش وهناك يستغفرون للمؤمنين. والتبشير والإيناس ساعة الموت، عند موت المسلم المؤمن المخبت لله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة لتطمئنه وتهدئه. تمام؟ دي اللي احنا قلنا عليها الملائكة اللي هم النور. أما عالم الجن والشياطين الاختبار والمواجهة، الأصل خلقوا من مارج من نار. لهب خالص، اللهب الخالص مارج من نار. منهم المؤمنون مثل الذين استمعوا للقرآن فآمنوا وأصبحوا دعاء، ومنهم الشياطين المتمردون بقيادة إبليس اللعين. المسؤولية، الجن محاسبون على أعمالهم يوم القيامة تماما زي الإنس. الجن والإنس أمتين، كل منهما محاسب. كما أنت محاسب الجن محاسب، منه المؤمن ومنه الكافر، كما من الإنسان المؤمن والكافر، يعني محاسبون مثل الإنسان. عداوة إبليس والعداوة صريحة وواضحة.
عداوة إبليس للإنسان واضحة وصريحة، وهو من يوقع الإنسان في الشر. عداوة إبليس هدفه الدائم هو هتك ستر الإنسان وتعريته من الفضاء، كما فعل مع آدم وزوجته وأخرجه من الجنة. الحماية: ليس للشيطان سلطان أو قدوة، احفظ دي، ليس للشيطان سلطان أو قدوة على المؤمن الصادق المستعيذ بالله سبحانه وتعالى. طالما أنك قريب من الله سبحانه وتعالى تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، لا سلطان لإبليس عليك، لا سلطان لإبليس عليك. طيب، بنتعلم من الدرس دي ايه؟ القيم والعبر المستفادة: اليقظة والحذر، الانتباه الدائم لمكر الشيطان وأساليبه الخفية. اليقظة والحذر. حب الملائكة، حب الملائكة، لأن الملائكة الشعور بالسكينة لعلمنا أنهم يحبون البشر ويدعون لهم. الانضباط، استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى للكرام الكاتبين، طبعا يراقبون كل شيء ويكتبوه. عندك في بعض معاني الكلمات اللي ممكن تستعين بيها، زي مارج من نار اللي هو لهب خالص بلا دخان. عندك سراياه، إبليس يرسل سراياه، المراد أتباعه ليفتنوا الناس، طبعا يصرفهم عن الدين. وهنا في مقارنة ما بين الملائكة والجن والشياطين. خلق الملائكة من نور بينما الجن والشياطين من مارج من نار. طبيعة الملائكة طاعة دائمة لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله دائما. أما طبيعة الجن فهم إيه يا شباب؟ طبيعة الجن فمنهم المؤمن ومنهم العاصي الكافر، طبيعتهم منهم المؤمن ومنهم العاصي. المهام تجاه البشر، مهامهم تجاه البشر، هتلاقي حماية الجن، حماية ودعاء، تأييد وتسجيل، مش دي مهامهم؟ أما طبعا الجن والشياطين إغواء وفتنة ومحاولة إضلال. عشان كده بقول لك إياك والشيطان، إياك وإبليس الذي يحاول أن يوقعك ويحاول أن يبعدك عن استماع الحصة وترك عملك عشان تحاسب عليه. صح؟ خليك معايا. الأكل والشرب، طبعا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، بينما الجن والشياطين يأكلون ويشربون. تمام يا شباب في ديت، عشان نبقى احنا عارفينها وواعيين لكل جزئية واحنا شغالين معاها. نيجي على الجزئية الثانية اللي هي عندي بعض الآيات والأحاديث باختصار التي نستخرج منها العبر. آيات سورة البقرة من سورة 1 إلى 4 اللي هي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. تبين أن الإيمان بالغيب واليقين بالآخرة من صفات المتقين المهتدين. طيب، أما سورة الإسراء تؤكد أن الروح أمر إلهي، قل إن الروح من أمر ربي. سورة غافر طبعا توضح إشفاق الملائكة. سورة الانفطار تبين تنبه إلى وجود ملائكة كرام. الجن تثبت استماع الجن، سورة الجن. سورة الأعراف تحذر بني آدم. حديث خلق الملائكة والجن يوضح تباين أصل خلق كل من الملائكة من نور، والجن خلقة كل من الملائكة من نور والجن من نار، من مارج من نار. حديث سرايا الشيطان يثبت أن إبليس يرسل أتباعه ليصرفوا الناس عن دينهم، وأعظمهم منزلة عنده أعظمهم إضلالا. عشان كده إياك وإبليس. ثم نروح للدرس الثاني من الوحدة الثانية اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر. تاني، الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بقضاء الله وقدره، أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن تؤمن به. لذلك مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر وهو الركن السادس عندنا، وهو الركن السادس، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، المكانة هو ركن أساسي من أركان الإيمان الستة، من أركان الإيمان الستة اللي أنا بقول لك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. المعنى التصديق اليقيني بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه ويدبر الكون بحكمة، ولا يحدث أمر نفع أو ضرر إلا بإرادته وبحساب دقيق. أعلم أن الخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فعليك أن ترضى بالقضاء. لكن هل معنى الكلام إن ما ادعيش؟ لا، ادعي. الدعاء والقضاء يحتاجان عند عرش الرحمن، إذا صدق الدعاء غلب القضاء. لكن هل يكفي الدعاء فقط؟ لابد مع الدعاء من العمل، لابد مع الدعاء من العمل. يعني أنت قاعد بتلعب ما بتذاكرش ويا رب نجحك، كيف؟ لن يستجيب الله لدعائك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى قريب. اعمل واترك النتيجة على الله سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكفي الدعاء وحده، لابد من العمل. وذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد الأعراب يريد أن يدخل المسجد ومعه ناقته، قال: يا رسول الله، أتركها وأتوكل على الله أم أعقلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. الأخذ بالأسباب، اعمل واجتهد، ذاكر واجتهد واحرص على مستقبلك
وادعو الله سبحانه وتعالى واترك النتيجه لله سبحانه وتعالى، سيحقق لها الله سبحانه وتعالى املك. نرجع عندنا يبقى مفهوم الايمان هو ان ركن سادس من اركان الايمان بالقضاء والقدر، هو ركن السادس من اركان الايمان. طيب حريه الانسان ومسؤوليته اللي هو العدل الاختيار، الله سبحانه وتعالى بين للانسان طريق الخير والشر وهديناه النجدين، الخير والشر، انت عليك تختار بين الخير والشر. المسؤوليه، الانسان له قدره واراده في افعاله الاختياريه كالصلاه او الكذب، ولذلك يحاسب عليها. انت متحاسب على كل فعل، زي ما انت هتخش الامتحان ان شاء الله، من ذاكر واجتهد حقق الدرجه المطلوبه، ومن لعب وتاه ولم يفق للمذاكره للاسف لن يحصل على الدرجه. فعشان كده بنقول لك خلي بالك، الدنيا دار امتحان. دائرة الحتميات، القدر المحتوم، هناك أمور لا دخل الإنسان فيها كالصحة والغنى ومكان الموت ونهايته، هذه الأمور اختص بها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهذه لا يحاسب عليها العبد. لذلك ما الفرق بين التوكل الصحيح والتوكل المذموم؟ التوكل، شوف المعادلة اللي عاملها لك، التوكل عمل زائد يقين، عمل اجتهد واعمل، ذاكر واجتهد واعلم لديك يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقك النتيجة. يبقى التوكل هو العمل زائد اليقين، هو الأخذ بالأسباب، ناخد بالأسباب، مذاكرة أو سواء كانت مذاكرة أو زراعة، مع الثقة التامة بأن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. مثال عندك، الزارع يحرس الأرض ويبذل البذور، دي سبب، عمل بالأسباب، حرس الأرض وبذل البذور، عمل بالأسباب، ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى في الإنبات. الإنبات بيد الله سبحانه وتعالى. تمام؟ أخذ بالأسباب، خذ بالأسباب. يعني فلاح عنده أرضه، هيسيبها كده من لا يحرسها ولا يزرعها ويقول لك اصل ربنا هيطلع النبات؟ لا طبعا ما ينفعش، لابد ان تاخذ بالاسباب، خذ بالاسباب واترك النتيجه الله سبحانه وتعالى، عشان نبقى احنا عارفين. طيب نروح بقى للتواكل. التواكل قال لك ايه؟ التواكل الكسل زائد الجهل، كسل وجهل، كسل وجهل. اما التوكل خلي بالك، عمل زائد يقين، زائد يقين بالله سبحانه وتعالى، اخذ بالاسباب وعندك يقين ان الله سبحانه وتعالى سيرزق. اما التواكل فهو الكسل زائد الجهل، هو ترك العمل والادعاء بان الله سبحانه وتعالى ياتي بالرزق دون سبب، ياتي بالرزق دون سبب. يعني ممكن في بعض الناس تقعد في المسجد ليل ونهار يقول لك اصل ربنا هيرزقني. ربنا يرزقك ايه؟ انت دي تواكل، دي تواكل، انما ديننا دين عمل، دين عمل، دين جد، دين اجتهاد، دين اخذ بالاسباب، انك تاخذ بالاسباب، تجتهد، تعمل لتاخذ بالاسباب. تمام؟ لذلك حكمه طبعا محرم ومذموم وخروج عن مبادئ الدين. طيب عندي فيه مواقف وشخصيات من الدرس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، علمنا ان نربط الاسباب بالنتائج. وطبعا دي قصه صاحب الناقه اللي هو لما جاء اراد ان يدخل المسجد فماذا فنادى على النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها ام اتركها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. ما معنى اعقلها وتوكل؟ اي خذ بالاسباب، خذ بالاسباب، اربطها وخذ بالاسباب ثم اترك النتيجه لله سبحانه وتعالى، اعقلها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقفه الحازم من اهل اليمن الذين تركوا العمل وادعوا التوكل، فقال لهم كذبتم. لما جم وقعدوا في المسجد وادعوا ان هم متوكلون على الله، فقال لهم كذبتم، المتوكل من القى حبه في الارض وتوكل على الله. طبعا مديني نماذج من النماذج الحياتيه لك ايها الطالب، زي الطالب الذي يذاكر دي سبب انك تذاكر، والزارع الذي يحرث دي سبب. هما النموذج الصحيح للتوكل، انك تذاكر تجتهد، انت خدت بالاسباب، اترك النتيجه على الله سبحانه وتعالى، هتخش الامتحان ان شاء الله ربنا هيرزقك اللي كده. تمام؟ طيب ثمار الايمان بالقضاء والقدر. اولا نفسيا، من ثمار الايمان بالقضاء والقدر نفسيا الرضا والطمانينه والتخلص من القلق والجزع. لو انا مؤمن، الناس اللي تلاقيها عندها فزع وقلق وتوتر دايما، ان هم خايفين هصب مصيبه، لا بشده، لا هتعب، لا هموت، لا كل شيء بقضاء، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فكل شيء قضاء وقدر. قدر ما قدره، لا يغني حذر من قدر. احفظ دي، لا يغني حذر من قدر. بس مش معنى كده اروح ارمي نفسي قدام الارض، لا، انا بقول لك خذ بالاسباب واترك النتيجه على الله سبحانه وتعالى، وكن على يقين بان ما قدره الله لك سيكون. لذلك الرضا بالقضاء والقدر يعطي راحه نفسيه وطمانينه، اطمئنان وهدوء بان كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، سواء كان خير او شر. تمام في ديت اهو. يبقى نفسيا ثمار الايمان بالقضاء والقدر، نفسيا الرضا والطمانينه والتخلص من القلق والجزع والحسره عند فوات الاماني. سلوكيا الصبر عند الضراء، الصبر عند الضراء. هناك من الناس من لا يصبر ولا يعلم بان الصبر فضيله، وان الصبر من الايمان. وبشر الصابرين، الصبر من الايمان. ذكر الصبر في القران الكريم اكثر من مره، لان الصبر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، فالصبر من الايمان.
سلوكيا الصبر عند الضراء، الشكر عند السراء. لابد ان تشكر الله سبحانه وتعالى. اذا اصبت بضرر فاصبر، واذا اصبت بنفع فاشكر. وعزة النفس والكرامة. اجتماعيا اطلاق المواهب والاندفاع للبناء والتعمير، لانك تعلم بان كل شيء بقدر، وانك مكلف بالعمل والاجتهاد. انا لي اعلم بان عليك عمل لن يقوم به احد غيرك، وستحاسب امام الله سبحانه وتعالى على هذا العمل. فاذا وضعت ذلك في ذهنك ستقوم بعملك، وانك مكلف بالعمل على اكمل وجه، والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. يعني اذا انت ايها الطالب وضعت في ذهنك الآن بأنني سأتعلم، سأذاكر هذه المادة لأنها تخص ديني ودنياي، وسأتعلم لأكون طالب مجتهد وأنفع أمتي وديني، أنفع ديني ومصر وأمتي، إيه اللي هيحصل؟ ستنجح بإذن الله وستكون إنسان نافع. إنما لو أنت بتحفظ بس عشان المذاكرة، طبعا بعدها بتضيع المعلومة. يا رب تكون وصلت النتيجة. طيب، جدول المقارنة، عاوزين نقارن ما بين التوكل والتواكل. انا عامل لكم جدول مقارنات كتير، انا بحاول اخرج خارج الاطار واوصل لك المعلومه. معلش، عاوزين نستفاد بس، يا رب ما تكونش تهت مني ولا نمت ولا حاجه. لو المشروب بتاعك الشاي العصير الكلام ده، خلص جدد يلا وخليك معايا. طيب، التوكل اللي هو المفهوم الصحيح، التوكل المفهوم الخاطئ. قال لي مكونات التوكل: الثقه بالله والاخذ بالاسباب والسعي. التوكل عباره عن الثقه بالله، مكوناته الثقه بالله والاخذ بالاسباب والسعي. اما التواكل اللي هو ادعاء الثقه، ما اصلا انا ادعاء الثقه وترك العمل والكسل. ادعاء الثقه وترك العمل والكسل. طب الحكم من صميم الدين الاسلامي التوكل دي من صميم الدين الاسلامي، من صميم الدين الاسلامي. اما التواكل فمحرم ومذموم وجهل بالشرع. اثر التوكل عزه وكرامه وازدهار للمجتمع. تاني، اثر التوكل عزه وكرامه وازدهار للمجتمع. اما اثر التواكل ضياع وذل وتاخر وجهل. ضياع وذل وتاخر وجهل، زي اللي المجتمع فيه دلوقتي. مثال التوكل: اعقلها وتوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما التواكل ترك الناقه دون عقال. لو ساب الناقه، لو هذا الرجل ترك الناقه، انك هتهرب منه، صح؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ بالاسباب، اعقلها وتوكل. بعض معاني الكلمات عندك زي القدر، اللي هو علم الله باحوال العباد بحساب دقيق بنظام. النجدين، كلمه النجدين مهمه، اللي هي طريق الخير وطريق الشر. بروج المشاهده حصون، عقلها اربطها. الجزع اللي هو عدم الصبر، مضاد للصبر يعني. وبعض الكلمات معانا وانت ماشي فيها. نروح للدرس الثالث: الايمان بالدار الاخره. الدار الاخره اللي هي دار القرار. الدار الاخره. الدرس الثالث اللي هي حقيقه الموت والحياه. كلنا سنموت، كل من عليها فان. تمام؟ فالموت حقيقه ثابته لا جدال فيها. فلذلك حقيقه الموت المنطق ليه؟ الكون والملك. الله وحده هو المالك والمتصرف في هذا الكون بقدره حكيمه. لماذا نعيش ونموت؟ الموت والحياه ليس عبثا، بل هما اختبار ليبلوكم ايكم احسن عملا. اذا الحياه نحن في اختبار، والموت اختبار ليبلوكم، يختبركم ايكم احسن عملا. تعرف الموت هو مجرد جسر او انتقال من دار العمل اللي هي الدنيا. يعني انت في الدنيا، في الدنيا دار عمل. الدنيا دي دار عمل، مش قاعد وفي رفاهيه وتكييف وقاعد وفي نعيم، واذا اصبت بازمه وبشده ابكي واشمعنى انا. لا، الدنيا دي دار عمل، دار جد، دار اجتهاد، دار بلاء وازمه وشده، الى ان تنتقل الى الدار الاخره. يبقى تعريف الموت هو مجرد جسر او انتقال من دار العمل اللي هي الدنيا الى دار الجزاء اللي هي الاخره. الاخره هي الجزاء. لذلك الاجل المحتوم لكل انسان عمره محدد لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. كل انسان له عمر محدد لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع اي علم ان يصل لهذا، لان دي من الامور الغيبيه التي اختص الله سبحانه وتعالى بها لنفسه. لكل انسان عمر محدد لا يعلمه الا الله، واذا انتهى الاجل فلا يمكن تاخيره ثانيه واحده. كل اذا انتهى اجل الانسان لا يمكن تاخيره ولا ثانيه. طيب، نروح لدستور المسلم في الدنيا. الواجبات والضوابط: العمل الصالح. الدستور العمل الصالح، وجوب استغلال كل لحظه في العمر. استغلال كل لحظه وانت قاعد تسمع دلوقتي، مش قاعد تلعب، كل لحظه عشان تتعلم. وجوب استغلال كل لحظه. التوازن المالي، انفاق المال في وجوه الخير. طب على مين؟ الايتام والفقراء والجهاد، زائد التمتع بالحلال الطيب دون افراط. الاعتدال: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا.
دي الاعتدال في الانفاق. ولا الجود والعطاء، الجود والعطاء. التحذير اللي هو الافساد في الارض، تحذير من الافساد بالارض وتجاوز حدود الله عاقبته طبعا الحساب الشديد. رحله ما بعد الموت. البعث هو اليقين بان الله سبحانه وتعالى سيحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم، والحشر اللي هو جمع الخلائق في مكان واحد. خلي بالك بقى من المسميات دي. والحساب عمليه الفصل بين العباد بناء على اعمالهم وتوفيه كل نفس حقها بالعدل التام. يبقى البعث اللي هو اليقين، اللي هو ان الله سبحانه وتعالى سيحيي احياء الموتى واخراجهم من القبور، دي البعث. الحشر جمع الخلائق كلها، جمع الخلائق كلها بعد البعث. والحساب عمليه الفصل. يبقى البعث ثم الحشر ثم الحساب. بعث فحشر فحساب. تمام؟ طيب مقارنه المصير النهائي. ملخص المشهد الاخير بقى معانا، وجه المقارنه بين المتقين الابرار والكافرون المسيئين. تعال نبص على المقارنه معانا كده. طريقه الذهاب. يساقون في مجموعات مكرمه للجنه. دي مين؟ المؤمنون. المؤمنون المؤمنون. اما الكافرون، الكافرون. يبقى المؤمنون يساقون في مجموعات الى الجنه، اما الكافرون فيساقون في مجموعات في مهانه الى جهنم. هؤلاء يدخلون زمرا الى الجنه، وهؤلاء يدخلون في ذل واهانه الى النار. الاستقبال. حفظ الجنه بشرى سلام وامان يبشروهم. اما حراس جهنم توبيخ وتذكير وتكذيب بتكذيب الرسل، توبيخ وتكذيب. طب الموقف النفسي بقى بالنسبه للمؤمنين. ثناء على الله الذي صدقهم وعده، مدح الله سبحانه وتعالى اللي صدقهم وعده. بينما الكافرين اعتراف بالذنب والظلم. طيب المآل، نهاية المؤمنين ونهاية الكافرين. نهاية المؤمنين المآل خلود دائم في نعيم لا ينفذ، خلود دائم في نعيم لا ينفذ. بينما الكافرين دخول النار وجزاء بما عملوا، دخول النار جزاء ما عملوا. تمام؟ أما شخصية القيم أطراف بقى المشهد. الرسل هم المبشرون والمنذرون الذين أقاموا الحجة على الناس، والملائكة يحطون بالعرش يسبحون الله ويشهدون فصل القضاء بالعدل. المستضعفون اللي هو أيتام وفقراء هم فرصة المؤمن في الدنيا لنيل رضا الله وإكرامهم واجب. في عندك بعض الدروس المستفادة. اغتنم عمرك، الوقت هو رأس مالك، والندم بعد فوات الأجل لا ينفع. كن متوازنا، استمتع بحياتك بالحلال، لكن اجعل الآخرة هدفك الأول. يعني مش معقول ما قلناش نسيب الدنيا، بس اجعل الآخرة هدفك الأول. عدل الله مطلق، لن يظلم الله أحدا، فالمحسن للجنة والمسيء للنار، والكون كله سيختم المشهد بعبارة الحمد لله رب العالمين. ثم عندك بعض الكلمات اللي مدينها لك. ثم نروح للوحدة الثالثة. صح معايا وهتنام، شكلك كده هتنام. ايه الحصة ممتعة جميلة، بنتكلم في امور ديننا اهو، بنتكلم في امور ديننا اهو، ما رحناش بعيد، بس يلا خليك معايا وتعال. الحج واحكامه. الحج ده احنا لسه الحجاج لسه قادمين، بيأتوا، منهم من وصل ومنهم من لم يصل. اثناء استماعك للحصة كان ممكن يكون لك قريب لسه ما وصلش او وصل وانت بتحقيق. الحج اللي هو الحج مؤتمر إسلامي عالمي ثانوي. دعوة إبراهيم عليه السلام، دعوة من إبراهيم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك جوهر الحج دين السلام. الحج هو دين السلام. ديننا الإسلامي دين السلام. الإسلام دين السلام. الله هو السلام وتحية أهل الجنة السلام. الإسلام دين السلام، والله هو السلام وتحية أهل الجنة السلام. المساواة التامة. الحج ده مساواة تامة. تجد غفير، وزير، فقير، غني، كله بزي واحد بشكل واحد. شفت يوم عرفة، شفت يوم وقفة عرفة والحجيج والكاميرا عندما تأتي على جبل عرفة والحجيج، كله بزي واحد أبيض مثل القطن المنثور، أبيض، كله متساوي. لا تعرف من وزير أم غفير. حتى في الصورة كانوا جايبين ملك من ملوك أحد ملوك إفريقيا ينام ويفترش على الأرض ونفس الزي، ما فيش فارق ما بين لا غني ولا فقير. المساواة أهو، المساواة التامة تظهر بوضوح عند تجرد الجميع من الملابس العادية ولبس الإحرام اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، فلا فرق بين غني وفقير. المنافع، الحج يحقق منافع دنيوية، تعارف وتجارة وأخروية، ذكر الله والمغفرة. اللحن المقدسة والترتيب الزمني للمناسك بقى. المحطة الأولى في الحج. أول محطة الإحرام. إن شاء الله ربنا يا رب يوعد الجميع، يا رب يوعد الجميع. الإحرام اللي هي البداية. ماذا تفعل؟ تقليم أظافرك،
تقليم الاظافر، قص الشعر، الاستحمام افضل طبعا من الوضوء، او الوضوء يعني الاستحمام والوضوء، بس الاستحمام طبعا افضل، والتطيب، وضع الطيب، ده اول حاجه. ثم الراجل بقى هيلبس، يتجرد من ملابسه، الملابس اللي احنا لابسينها دي، وانت لابس ايه يا مصر الكلام ده، هتجرد من كل ده. ايوه، يتجرد من المخيط والمحيط، ويلبس لا منطلون ولا تيشيرت ولا الكلام. هيلبس ايه؟ الازار اللي هو ايه، ورداء. الازار بشكير كده هيحطه على كتفه، والرداء اللي هيستر وسطه فقط فقط. اما المراه فبتلبس ملابسها الايه العاديه. طيب المواقيت المكانيه حسب كل بلد، كل بلد هيبدا الاحرام من حسب البلد، وهنجي لها دلوقتي. اما المحطه الثانيه دخول مكه، تحيه البيت، طواف القدوم. اول ما بيخش مكه، اول ما هتخش مكه ان شاء الله، هيبقى طواف القدوم اللي انت هتطوف حوالين الكعبه. طواف القدوم اللي هي طواف القدوم هو اول عمل عند دخول مكه، وهو سنه. طواف القدوم سنه لانه تحيه للمسجد الحرام. المحطه الثانيه عرفه، الركن الاعظم. خلي بالكم عرفه هو الحج، وده هيبقى الفرق ما بين العمره والحج. العمره والحج وقوف بعرفه، تمام. والتوقيت اي لحظه قبل غروب شمس يوم عرفه، اي لحظه، يعني من فجر يوم عرفه لغروب شمس عرفه. الوقوف في اي وقت، وقفت العصر، الظهر، قبل المغرب، تمام. الوقوف بعرفه التوقيت. ملاحظه لا تشترط الطهاره ويصح وقوف الحائط والنفساء في عرفه. مش شرط انك تكون لازما متوضى على طول، لان طبعا يوم كامل، فمش شرط هي لازم تكون متوضى على طول. دي فين؟ في عرفه، دي في عرفه الوقوف بعرفه. الصلاه جمع تقديم، يعني صلاه الظهر والعصر جمع تقديم. اما صلاه المغرب والعشاء جمع تاخير، هنجي لها دلوقتي. الصلاه جمع تقديم ظهر وعصر. والمحطه الرابعه المزدلفه، اللي هي جمع الجمار اللي هو الحصى ديت، والمبيت البقاء في منتصف الليل. المهم جمع الحصيات الجمار، اما 49 للمقصر 49، واما 70، يعني لك الخيار. في ناس هتقصر فهتجمع 49 او 70. يبقى اذا جمع الحصيات اللي هي الجمار اما 49 واما 70، احفظوا دي. المحطه الخامسه اللي هو يوم النحر، اللي هو اعمال بقى العيد، يوم النحر، الذبح. طيب في منى المحطه الخامسه، منى رمي جمره العقبه 7 حصيات، ثم الذبح اللي هو الهدي، ثم الحلق او التقصير. الترتيب يا جماعه، معلش دي الترتيب الزمني بقى، دي الترتيب واحنا ماشيين. طيب طواف الافاضه، يبقى كان عندنا في طواف هنا، طواف القدوم، وقلنا دي سنه اللي هو تحيه المسجد. ثم طواف الافاضه، رحنا فين؟ طواف الافاضه. طواف الافاضه ركن لا يصح الحج بدون. خلي بالك، طواف القدوم سنه، طواف القدوم تحيه المسجد سنه، طواف الافاضه ركن من اركان الحج، خلي بالك. المحطه السادسه ايام التشريق، اللي هي الختام بقى، ايام التشريق اللي هي بعد العيد، المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاثه. والتعجيل لمن عجل، احنا قلنا كان هيبقى المعجل اللي هو التعجيل هيبقى 49. يجوز الانصراف في اليوم الثاني عشر من ذي الحجه لمن اراد. ثم تعالى كده نعمل انواع الطواف وفرق بينهم. عندي في طواف القدوم، طواف الافاضه، طواف الوداع. الطواف عندي 3: طواف القدوم، طواف الافاضه، طواف الوداع. طواف القدوم سنه، طواف الوداع ركن اساسي، طواف الاضافه ركن اساسي، ركن من اركان الحج. طواف الوداع سنه تاني. طواف القدوم سنه، طواف الوداع سنه، طواف الافاضه ركن اساسي. القدوم اول ما تاتي الى مكه. طيب وطواف الافاضه اللي هو بعد ان تفيض من عرفات وترمي الجمار. طواف الوداع اثناء عند مغادره مكه اهو. طواف القدوم سنه اول دخول مكه تحيه. طواف الافاضه ركن اساسي بعد عرفه، والرمي بتركه والرمي تركه يبطل الحج. يعني لو انت ما طفتش طواف الافاضه بطل الحج. اما طواف الوداع فهو سنه عند مغادره مكه، اخر عهدك بالبيت. زي اول عهدك بالبيت طواف، اخر عهدك بالبيت ايضا طواف، اسمه طواف الوداع. تمام يا شباب في ديت؟ طب المواقيت، عامل لك المواقيت يعني هتبدا الاحرام منين؟ يعني تلبس الاحرام بتاعك، ولبيك اللهم لبيك، اللهم اني نويت الحج. منين هتبدا الاحرام؟ منين؟ اولا ذو الحليفه اللي هي ابار علي اهل المدينه المنوره وكل من يمر بها. مكه المكرمه اللي هي اهل مكه والمقيمين بها. الجحفه او رابغ اللي هي اهل مصر والشام والمغرب. تمام يا جماعه؟ ديت المواقيت: ذو الحليفه، ابار علي، مكه، الجحفه اللي هي راغب،
رابغ اللي هي طبعا هيبقى اهل مصر والشام والمغرب. في عندك بعض الجمل كلمات اللي ممكن بيكثر مجيئها في الامتحان، زي الاحرام هو اول عمل يقوم به الحاج. الوقوف بعرفه هو الركن الاعظم في الحج. الوقوف بعرفه هو الركن الاعظم في الحج. الهدي يطعم منه البائس والفقير، البائس الفقير. المخيط والمحيط يحرم على الرجل لبسه اثناء الاحرام. المخيط اللي هو الايه؟ المناطيل والزي التيشيرت والمخطط دي اسمه المخيط والمحيط، ماشي، اثناء الاحرام. انما بيلبس الازار والرداء، الازار والرداء، تمام. طيب معني بعض الكلمات بقى، الاحرام والمخيط والازار والرداء والسلام الحجر والجمار والهدي، دي بعض المعاني اللي عندك وموجوده عندك في الكتاب. نيجي للدرس الثاني في الوحده الثالثه اللي هو حكمه الحج. الحكمه من الحج. ما الحكمه من الحج؟ حكمه الحج. احنا عرفنا اركان الحج، دلوقتي يبقى عاوزين نعرف الحكمه من الحج. لماذا فرض الله سبحانه وتعالى الحج على المسلم؟ والحج دي على كل انسان، على كل مؤمن مسلم، حج في العمره مره واحده، مره واحده. لذلك اركان الاسلام، بني الاسلام على 5 شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاه، اتاء الزكاه، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا عند الاستطاعه. حج مره واحده عند الاستطاعه، فرض على كل مسلم ومسلمه. طيب اولا حكمه الحج رحله لتنقيه النفس واتصالها بالمجتمع. تنقيه النفس، تصفيه الروح. قال لي تصفيه الروح، الحج رحله بدنيه وروحيه تطهر النفس من الانانيه والجشع والغرور وكل ما يفسد السلوك. تخيلوا الكل على التراب، هيبات على التراب، الكل بلبس واحد، كله بجانب واحد، غني وفقير، ابيض اصفر اسود، كل الالوان والاجناس مع بعض بنفس الحركات. يبقى تصفيه الروح. الحج رحله بدنيه وروحيه تظهر النفس، تطهر النفس من الانانيه والجشع والغرور وكل ما يفسد السلوك. حركه الحياه، الحج لا يعني العزله بل هو قمة الاتصال. فالمسلم في حجه يظل مشغولا بقضايا وطنه ومشكلات إخوانه المسلمين، بيتعرف على المسلمين من كافة أنحاء الأرض. الأخوة العملية، الحج مظهر تطبيق الأخوة الإسلامية، حيث يلتقي المسلمون من كل بقاع الأرض للتعارف فيما بين، من كل بقاع الأرض، الحج من كل بقاع الأرض، تمام، للتعارف والتعاون. لذلك المحاور الخمسة لحكمة الحج: محور الأخوة وحركة الحياة، إحياء مشاعر العطف وتحويل الأخوة من كلام نظري إلى تعارف حقيقي. الأمر المحور الثاني السلام الشامل، الحج رحلة سلام إلى أرض السلام، مكة أرض السلام، حيث يشمل الأمن، الأمان. الأمن هنا والأمان بيشمل مين؟ الإنسان والحيوان والطير والنبات. محرم قطع وقتل أي شيء، فلا يروع كائن ولا يقطع شجر. محور الوحدة والمساواة، تذوب في الحج الفوارق الطبقية والإقليمية والعرقية، كل متساوي، تمام. فالجميع يؤدون ذات العمل بذات القول خلف رب واحد وبإحرام واحد. محور التربية والجهاد، الحج دورة تدريبية مكثفة تعلم الصبر مع شدة الحرارة دي، تعلم الصبر والنظام والتواضع والتضحية والبذل، وهي مهارات تنتقل من الحج إلى حياته اليومية بعد العودة. بالإضافة محور التنمية والاقتصاد، هو مؤتمر اقتصادي عالمي يجمع كل المسلمين من كافة أنحاء العالم، تعرض فيه المشاريع الاستثمارية وتنشط المبادلات التجارية وتبادل الخبرات بين الدول الإسلامية. يبقى ديت إذن المحاور الخمسة للحج: محور الأخوة وحركة الحياة، السلام الشامل، الوحدة والمساواة، التربية والجهاد، التنمية والاقتصاد. تمام يا شباب؟ لذلك جدول المقارنة الذكية للمراجعة بقى. المجال على مستوى الفرد، حكمة الحج على مستوى الفرد تصفية النفس من الأنانية والجشع والتدريب على الصبر. طب على مستوى المجتمع، على مستوى المجتمع تعميق الوحدة ونبذ العصبية ودراسة مشكلات الأوطان وحلها. طب على مستوى البيئة ترسيخ مفهوم السلام مع الكائنات، عدم ترويع الصيد أو قطع الشجر. على مستوى الأمة تنشيط الاقتصاد والاستثمار المشترك وتبادل المعارف. إذا دي الحكمة سواء على مستوى الفرد، حكمة الحج على مستوى الفرد أو المجتمع أو مستوى البيئة أو مستوى الأمة. القيم والعبر المستفادة من الحج، من دستور الحج السلام العالمي، فالحاج هو سفير سلام يدعو إليه في العالم أجمع. نبذ التطرف، الحج يحارب التشدد من غرز قيم التسامح وحسن الملاطفة. عزة المسلم، الحج يرسخ في النفوس معاني القوة والخير والعزة بالانتماء لهذا الدين العظيم. المواطنة الإيجابية، الحج يعزز الوحدة الوطنية والاهتمام بمصالح الوطن والاستقرار. وعندي طبعا بعض معاني الكلمات. ثم نذهب إلى حجة الوداع وخطبتها. حجة الوداع، حجة الوداع، لذلك سياق الحجة، التوقيت، الزمن. حجة الوداع هي الحجة الوحيدة، هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بحجة الوداع لأنها كانت آخر حجة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الوحيدة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك خطبة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بوقت قصير، مات بعدها بوقت قصير.
الزمان حجة الوداع كانت في العام العاشر من الهجرة. حجة الوداع كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في العام العاشر من الهجرة. تاني كانت في العام العاشر من الهجرة. طب المكان، الخطبة بقى هنا صعيد عرفات، في يوم عرفات صعيد عرفات ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الجامعة، سميت بذلك. لماذا سميت حجة الوداع أو خطبة الوداع؟ خطبة حجة الوداع سميت بهذا بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس ولحق بالرفيق الأعلى بعدها بوقت قصير. مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بوقت قصير. تمام. المبادئ الكبرى لخطبة الوداع، لخطبة حجة الوداع، ايه هي المبادئ اللي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على الناس: ايها الناس ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، وان الربا الجاهلية موضوع، والربا ابدا به ربا عم العباس، وايها الناس ان اباكم واحد. بدأ المبادئ بقى، مبادئ الاسلام. المبادئ الكبرى للخطبة: واحد، حرمة الدماء والاموال، جعل الاسلام الاعتداء على النفس او المال أو مال الآخرين من أكبر الكبائر. إبطال قيم الجاهلية زي قواعد الربا، أبطل الربا وحرمه تماما وأمر برد الأمانات لأصحابها. المساواة والعدل، لا فضل العربية على جميع إلا بالتقوى والعمل الصالح. تمام. أيضا من ضمن يعني إذا المبادئ الكبرى لحجة الوداع: حرمة الدماء، إبطال قيم الجاهلية، والمساواة. أيضا حقوق المرأة، نادى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بحقوق المرأة. نالت المرأة في الإسلام مكانا عاليا لم تظفر به في أي مجتمع آخر. العلاقة الزوجية قائمة على التكامل والمودة والرحمة مع حفظ كامل الحقوق والكرامة. حقوق الإخوة الإسلامية، أيضا المسلم أخو المسلم يدافع عنه، يحفظه ويقضي حاجته ويعود في مرضه ويؤدي أمانته، لا يظلمه ولا يأخذ ماله إلا عن طيب نفس. سر القوة والمجد دستور الأمة الإسلامية: التمسك بالوحيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة نبيه. كتاب الله وسنة، التمسك بالوحيين. السبيل الوحيد لعزة المسلمين واستعادة مجدهم هو الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بتوجيهاتها. لذلك الهدف بناء مجتمع صالح قوي آمن وعزيز. عشان كده في عندك جدول سريع كده. سبب تسمية حجة الوداع بهذا الاسم خطبة الوداع: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمون قبل وفاته. جوهر الخطبة: بيان المبادئ التي تتضمن حياة قوية وكريمة للفرد والمجتمع. أساس المجد: العمل بقيم القرآن والسنة، الاعتصام بالوحيين. من هم الوحيين؟ القرآن والسنة. علاقة الزوجين: تكامل تام في ظل المودة والرحمة بعيدا عن التنازع. تمام يا شباب؟ في ديت نروح للدرس الرابع عندنا. الدرس الرابع عندنا اللي هو تحت عنوان العمرة. عاوزين نقارن النهارده، انت اديت لنا الحج، احنا اتكلمنا عن الحج، عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين الحج والعمره. اولا الحج له مواقيت معينه في وقت محدد في العام وبمواقيت معينه، اما العمره في اي وقت في العام. والحج فرض على المسلم، والحج فرض على المسلم وبمواقيت معينه، اما العمره ففي اي وقت في العام. لذلك تعريف العمره وحكمها: المعنى هي قصد الكعبه للزياره. العمره بتروح الكعبه للزياره. على فكره الوقوف بعرفه خاص بمين؟ بالحج، اما في العمره فلا وقوف بعرفه، فلا وقوف بعرفه. طيب الحكم الشرعي: سنه مؤكده. يبقى العمره، الحج فرض، الحج فرض، الحج فرض، بينما العمره سنه. تاني، الحج فرض بينما العمره سنه. الحكم الشرعي: سنه مؤكده في العمر مره واحده ويجوز تكرارها طوال العام. ماشي، اي وقت في العام، اي وقت في العام، اللهم وعدنا جميعا يا رب، اي وقت في العام. الميقات الزماني: ليس له وقت محدد، تجوز في كل ايام العام. لكن فضل النبي صلى الله عليه وسلم عمره عن اخرى، زي عمره شهر رمضان. تعدل الحجه بدون ان تسقط الحج، تعدل الحجه بدون ان تسقط الحج. يعني ايه؟ بنفس ثواب الحج لكن ما زال عليك فرض الحج. اهي الفضل: عمره رمضان تعدل ثواب حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار: فان عمره رمضان تقضي حجه معا، تقضي حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بتاخذ العمره التي تاخذ ثواب الحج اللي هي عمره شهر رمضان. تنبيه هام: رغم عظم ثوابها الا انها لا تسقط فريضه الحج عن المستطيع. يعني انت خدت الثواب لكن ما زال الفرض موجود. تمام؟ طيب اركان العمره، احنا كنا بنقول هناك في اركان الحج، قلنا الحج له احرام، ثم بعدها الطواف، ثم عرفه، ثم الطواف، ثم وعندنا رمي الجمار وذبح الهدي، ثم الطواف مرة ثانية، صح؟ والمبيت. هنا بقى أركان العمرة ثلاث، أركان العمرة ثلاث: الإحرام بنية الدخول في النسك، إنك تحرم. الطواف حول الكعبة 7 أشواط. السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. لذلك العمرة
في جزء من اليوم، يعني ممكن في ساعه بتخلص العمره كلها، جزء من اليوم. لان انت هتطوف اولا الاحرام، تلبس الاحرام في الميقات، المواقيت المحدده اللي هي الاماكن المحدده، الميقات، ثم الطواف حول الكعبه، الطواف حول الكعبه 7 اشواط، ثم السعي بين الصفا والمروه 7 اشواط، ويبقى كده انت انتهيت من العمره. طيب خريطه الرحله بقى، الميقات اللي هو الاحرام، القادم من خارج مكه الافاقي يحرم من مواقيت الحج المعروفه، الموجود داخل مكه يخرج الى التنعيم، حتى في مسجد الناس اللي راحت قبل كده عارفين مسجد التنعيم. يبقى في عندي ميقاتين، القادم من خارج مكه الافاقي. طيب الموجود داخل مكه هيخرج من ايه؟ الى التنعيم. تمام. والطواف طبعا تاني حاجه بقى، الطواف دخول المسجد والطواف بالبيت 7 اشواط. يبقى الاحرام ثم الطواف زي ما احنا قلنا، ثم السعي لجبل الصفا والمروه والسعي بينهما 7 اشواط، ثم التحلل. التحلل بقى ان الراجل يحلق شعره او جزء من شعره، اما المراه فجزء التقصير فقط، الرجل الحلق او التقصير، المراه التقصير فقط. والنتيجه حل ما كان محرما عليه، بيلبس بقى الزي العادي خالص، بيلبس بقى زيه العادي وبيصلي بقى وبيبقى زي ما هو عاوز. لذلك تعالوا نعمل جدول مقارنه ما بين مفتاح، ودي سؤال في الامتحانات يا جماعه، سؤال اسئله امتحانات، بين مقارنه ما بين الحج والعمره. طيب الحكم، الحج فرض ركن من الاركان الاسلام، العمره سنه مؤكده، سنه مؤكده. الوقت محدد اللي هي اشهر الحج، الحج دي في وقت محدد اشهر الحج، بينما العمره مفتوح طوال العام. طب الوقوف بعرفه ركن اساسي من اركان الحج، بينما لا وقوف بعرفه، مفيش وقوف بعرفه في العمره. طواف الوداع واجب، الطواف واجب، طواف واجب وسنه. مش عندنا الطواف، كان عندي طواف القدوم ثم الافاضه ثم الوداع، فطواف القدوم وطواف الوداع سنه وطواف الافاضه واجب، صح؟ عشان كده الطواف بالكعبه واجب وسنه. اذا خلاصه الكلام، الطواف بالنسبه للحج واجب وسنه، اما بالنسبه للعمره طواف الوداع مفيش طواف الوداع. تمام، اللي هو سنه، طواف الوداع ده على فكره سنه، سنه عادي، سنه عادي يعني مستحب. ماشي. طيب اوجه الاختلاف، الاحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير، او ده اوجه الاتفاق. الاحرام والطواف والسعي والتقصير اوجه الاتفاق، يعني في كلهم احرام وحلق وتقصير والسعي. تمام، دي الاتفاق. خلاص يا جماعه، يبقى جدول المقارنه ما بين الحج والعمره. القيم طبعا، التقرب الى الله سبحانه وتعالى، العمره من افضل الطاعات التي ترفع الدرجات، التسامح تظهر في الاخلاق اثناء الزحام طبعا، العالميه اجتماع المسلمين من شتى بقاع الارض. ثم نروح لغزوه الوحده الرابعه بقى، اول درس في الوحده الرابعه غزوه تبوك. غزوه تبوك، هنروح لغزوه تبوك يا شباب. غزوه تبوك او سمي بجيش العسره، غزوه تبوك او جيش العسره، ودي كان في العام 9 الهجري. خلي بالكم، في العام 10 الهجري كانت حجه الوداع، في العام 9 الهجري كانت جيش العسره، غزوه تبوك، غزوه تبوك او جيش العسره في العام 9 الهجري. طب سمي بجيش العسره طبعا لان بالنسبه للزمن بتاعه زي ما احنا بنشوف بقى اهو، العام 9 من الهجره وقت شديد الحراره زي نطق الصمام، يعني كان في الوقت دي وقت درجه الحراره شديده جدا، الناس بتحب القيلوله وبتحب تقعد في الظل، بالاضافه وقت جني الثمار بالنسبه لهم في محاصيلهم كان وقت جني الثمار، فبالتالي كل واحد بيتمنى ان يبقى موجود عشان محصول السنه كلها. طيب المكان كانت تبوك، اقصى شمال الجزيره العربيه على حدود الروم. ليه؟ لان علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم يخططون لغزو ارض العرب، لانهم علموا بان الدعوه الاسلاميه ستقضي عليهم، فلذلك قرروا ان يقضوا عليها في الماء. فلو انتظر النبي صلى الله عليه وسلم لمقدم الروم كانوا افنوا المسلمين وقضوا على الاسلام، فلذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبادرهم، لا تكون المعركه في ارضهم، بالاضافه انها اختبار للمسلمين بقى لقوه الايمان والصبر. يبقى اذا المكان كان تبوك، العدو كان الروم بقياده قيصر الروم الذي اراد القضاء على الدوله الناشئه. الاسم المميز جيش العسره بسبب بعد المكان وشده الحر وقله المال وقوه العدو. العدو كان قوي جدا، وعلى فكره كل الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني عنها، يعني ما كانش بيذكرها الا اثناء الغزو، بعد ما يخرجوا يقول الا هذه الغزوه غزوه تبوك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قبل ان يخرج. ليه؟ لبعد المسافه وقوه العدو، ومحتاجين المال، ومحتاجين المال، ولمن يقول لهم ما حدش هيعرف يمشي على رجليه، لابد ان يركب ناقه او بغله او فرس.
خلاص في دي يا جماعه. طيب الخريطه الذهنيه لاحداث الغزو: المبادره واليقظه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقظ لكل ما يدور حوله، والمبادره. لم ينتظر المسلمون هجوم الروم، بل قرر النبي صلى الله عليه وسلم المبادره بالدفاع لحمايه الامه. اختبار العزيمه: خرج الجيش في وقت يميل فيه الناس للراحه والدعة والظلال، فكانت الغزوة اختبار للصدق، اختبار يعني كانت اختبار كمان لقوة إيمان المسلمين. قيد المثالية: النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة، جاع كما جاع وعطش كما عطش وقطع الصحراء مثله، كان أولهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلهم، فالقدوة في كل شيء، كان النبي معه في كل شيء. تمام. بالإضافة النصر بالرعب: بمجرد وصول الجيش أفزع الروم فتقهقروا. بمجرد وصول جيش المسلمين إلى تبوك فزع الروم وتقهقروا وعادوا إلى قلعتهم، إلى حصنهم. تخيلوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. المقاطعة التأديبية: هناك من الناس في 7 ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم اسمهم البكائين، ال7 البكائين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى في الناس بالخروج، في 7 من فقراء المسلمين لم يجدوا ما يحملهم، مش لاقيين دابة، مش لاقيين حاجة يركبوها، فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه أن يوجد لهم شيء، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا يبكون. تخيلوا، رجل يبكي مش لأنه راح الجيش، يبكي لأنه لن يلتحق بشرف الجهاد، لن يحصل على شرف الجهاد. عادوا باكيين منتحبين، ال7 البكائين الذين سجلهم التاريخ. وفي 3 طبعا في الوقت دي المنافقين الذين قعدوا، المنافقين اللي قعدوا ما راحوش وقالوا شغلتنا اموالنا واهلنا والثمار وجني الثمار، في المنافقين. وفي 3 من المسلمين تكاسلوا، منهم كعب بن مالك. تكاسلوا يعني ايه؟ قال لك كعب بن مالك قال لك ايه؟ انا لدي ناقه قويه، في الغد هحصلهم، طب بعد بكره هحصلهم، لحد ما الوقت سعف وتكاسل. النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخذ الاعذار، سال كل واحد. المنافقين كان كل واحد بيكذب، لكن ال3 دول قالوا له، منهم كعب بن مالك، جه الثالث بعدهم. ال3 يدخل كل واحد منهم يساله النبي فيقول لا عذر لدي. حتى كعب بن مالك نفس الحكايه. فقال النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعته تمام لمده 50 يوم. مقاطعته المقاطعه التأديبيه وسيله نبويه لرد المتخلفين ال3 الذين خلفوا عن طريق الكسل الى جاده الصواب، إلى أن تاب الله عليهم ونزلت فيهم سورة كاملة، وعلى ال3 الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، تكريما لهم بعد أن خلاص تعلموا من الخطأ. لذلك الإنفاق التطوعي، حث النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء على تمويل الجيش. طبعا عثمان بن عفان كان له دور كبير في هذا الجيش، فقد أنفق نفقة عظيمة جدا في جيش العسرة. عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة بإنفاق نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها لتجهيز جيش العسرة. تمام. المواقف والأطراف: عند المؤمنون الأغنياء الإنفاق السخي مثل عثمان بن عفان، والدافع احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ونصر الدين. المنافقون التثبيط يعني إحباط الناس، وقولهم لا تنفروا في الحر، الجو حار هتخرجوا تحاربوا في الحر، ده المنافقين. وكان طبعا الدافع النفاق ومحاولة إضعاف الروح المعنوية. أما ال3 الذين خلفوا التخلف عن الركب والقعود، وكان طبعا الدافع الكسل والميل للراحة والظلال، تابوا طبعا لاحقا وعلمهم الله وأدبهم الله سبحانه وتعالى واختبرهم. طب القيم: اليقظة، القدوة، التكافل، حب الوطن اللي موجودة معانا. ثم نروح للدرس الأخير عندنا في الوحدة الرابعة، الدرس الثاني في الوحدة الرابعة والأخير عندنا الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. أولا إسلامه: أقبل مع قبيلة غفار باحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه، ثم عاد لدعوة قومه. أسلم جاء مع قبيلته ثم عاد لدعوة قومه، وعاد بإيه؟ إنجازه بقى اللي جه به أبو ذر الغفاري، إنجازه جاء بقبيلته غفار وأسلم مسلمين إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو أسلم ودعا قبيلته، وقبيلة أسلم كمان، قبيلتين، يعني هو أسلم على يديه قبيلتين. أبو ذر الغفاري أسلم على يديه قبيلتين، لذلك مكانته نال شهادة نبوية فريدة بصدقه. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. طبعا مدح النبي صلى الله عليه وسلم له وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له. طب كان لأبي ذر الغفاري مبدأ اقتصادي وهو محاربة الكنز، كنز المال، إن أحوش وأجمع المال. فكانت رؤيته في عهد الخليفة عثمان بن عفان، انتوا عارفين الخليفة عثمان بن عفان في رؤيته في عهد الخليفة عثمان بن عفان حارب أبو ذر كنز الأموال وتشييد القصور.
كنز الاموال. الصحابه المسلمين بقى اصبحوا اغنياء نتيجه الفتوحات واصبحوا اغنياء، فهو كان بيحارب دعوه الى عدم كنز الاموال. قاعدته نادى بان لا يدخر الفرد اكثر من حاجه يومه، ما يبقاش عنده ما يوفرش الا حاجه يوم، وان ينفق الزائد في وجوه الخير. ودليله استشهد طبعا بايات سوره التوبه التي تحذر من كنز الذهب، والذين يكنزون الذهب والايه والفضه والوعد بكي الجباه والزهور بنار جهنم. تمام؟ تعرف عندك حاجه الضياع اللي هي الاراضي اللي هي الزراعيه الواسعه. طب المحطه السياسيه يعني اذا كان له مبدا اقتصادي اللي هو حارب الكنز، كنز الاموالي وتشييد القصور والدعوه الى ان يحتفظ الانسان بحاجه يومه فقط. طب وكان له رؤيه سياسيه؟ كان له رؤيه سياسيه. ازمه الشام، انتشرت دعوته في الشام فخشي الوالي معاويه بن ابي سفيان من اضطراب الاموال، فكتب الخليفه عثمان، استدعاه الخليفه عثمان، استدعاه عثمان للمدينه، فطلب ابو ذر الاذن بالخروج الى الزبده، الخروج الى الزبده، ماشي، الخروج الى الزبده ليعيش فيها زاهدا، فاذن له الخليفه. حدث ان ابو ذر الغفاري رفض ابو ذر تحريض بعض الناس له على العصيان. العصيان ضد مين؟ ضد عثمان بن عفان. مش في بعض الناس عصوا سيدنا عثمان بن عفان؟ المنافقين، ومنهم المنافقين وما الى اخره. لانه قدم مصلحه، شوفوا بقى، قدم مصلحه استقرار البلاد الاسلاميه على رايه الشخصي ومنعا للحروب الداخليه. يعني هو اختلف مع سيدنا عثمان انه ترك الناس يكنزون المال ويصبحوا اغنياء، اختلف معه، لكنه عندما حرضه بعض الناس على انه يخرج على عثمان يدعو لعصيان عثمان، طبعا سيدنا عثمان طبعا رفض ذلك لان مصلحه البلاد اولى من حتى رايه الشخصي. طبعا النهايه وفاته، مات وحيدا في الزبده، مات وحيدا في الزبده. تمام، كما تنبأ له الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك حين قال تمشي وحدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. طبعا مرت به، من اللي قال لنا، مرت به قافله بقياده عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود مر بقافله، فلما راى ابو ذر الغفاري، راى ابي ذر الغفاري قد مات، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مر على قبره، يعني قبر ابو ذر الغفاري، بكى وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه قال له قال له تعيش تمشي وحدك، تمشي وحدك، لانه كانت مرضت. ليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك اللي هي العسره، كانت ناقته دبته كانت ضعيفه، فحمل، جاء متاخرا عن الجيش، لما الجيش وصل واستقر جاء متاخرا عن الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، كان جاي حامل بقى حاجته بقى كلها، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وبهنا نكون وصلنا لخط النهايه في شرح مراجعه حصه الدين. يا رب اكون وفقت في تبسيط المعلومه وتوصيلها لكم. حاولت بقدر الامكان ان اوصل لك المعلومه تفهمين يعني ماده كامله تشرح في حصه واحده، دي شيء صعب. ما حاولتش الاخلال ان الايجاز باخلال ان مجموعه كلمات، مجموعه حاجات. انا حاولت نطلع باستفاده، حاولت ان اتعامل على انه درس كامل ونطلع باستفاده منه، يبقى فيه معلومات وفيه قيم نطلع نستفيد منها، ونقدر في نفس الوقت نحل الامتحان، ندخل الامتحان. فاعذروني ان الحصه كانت طولت شويه، لكن خلي بالكم ان دي حصه كامله لمنهج كامل، ان كانت طولت شويه لكن عشان نطلع باستفاده، فحاولت ان ما اسيبش ولا معلومه، ما اسيبش ولا جزئيه، ونقلب ونتحدث عنها ونجيبها، وفي نفس الوقت نبعد عن الاطاله. طيب، وفي ختام كلامي لابد أن أذكر دائما كما أذكر كل مرة، إن كان هناك خطأ أو زلل فهو عن غير قصد، فكل ما قصدته وكل ما أردته هو توصيل المعلومة وتبسيطها بقدر الإمكان. وإن كان هناك تمام وكمال فالفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى، فالكمال لله وحده. وفي ختام الكلام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.